اوكي انا بخلص اول. No, Germay Irlandi, Germay go ahead, Germay. آه جمر عقبة يدحن. No, no, ده جمل كل هذا Germay. أوكي بمجمرتا كلهم أبز جزام سنة دلهم كنوكم وين أبتفعل لي مرة خبز حانتي كاتاتلنا زلهم كنا يجزيهم كنا تسلم تانا يفسحكم لو مشيت قاشالونا كبيد زعباوين يحيزو مسيو زلو قاشانا ناي لو مشيت قدم بسمكم سلام تايب صحايو قصيلو بزعبا قلولاو ስራሓት ደንብ ተቃውሞ ዝብል ወይ ሽግራት ደንብ ተቃውሞ ኣብ ስራሓቱ ዘጓንፎ ቅልውላው ክኸውን ከሎ ከቢድ ፀገማት ማለትና እዩ መስለኒ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣልዒሉ እዩ ምሳና ከምሲ ንጋሻናን ايمن ارسلت لك واتساب، شوف والله حلو. ها واصل غير ما واصل ኦኬ ንኩላህና ፅቡቅ ምሸት ክኾነልና ተስፋ يقبر طبعا أيها الأخوة الموجودين في الغرفة وأيضا المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة نحييكم كل حسب توقيته. ولدينا اليوم ضيف لو هو الأستاذ إبراهيم حامد كبوشي، وأيضا يعني ورقة هذه الأمسية أو العنوان الذي حيتحدث فيه هذه الأمسية هي يعني أزمة العمل المقاومة الإريترية. أتمنى لضيفي ولمتابعين والحاضرين في الغرفة أمسية جميلة. الأستاذ إبراهيم حامد كبوشي طبعا ليس هو ضيف جديد، يمكن كان أكثر من مرة في هذه الغرفة معنا. هو مناضل قديم أيضا، الآن يعني أيضا ناشط سياسي في 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 المقاومة الإريترية، وله إسهامات كثيرة. فأعتقد إنه من الصعب أن أعرف المعرف. هو طبعا كلها هنا نفلطويو بزح جزية بزح تراخبناني الناس الذي نفلط سف كتفالت بزح أسقامي يمثلني. فليتفضل الأستاذ إبراهيم حامد كبوشي. هذه الأمسية أنا الوقت طبعا هنا مرتبطين بوقت إنه حتكون من 45 دقيقة إلى يعني إن كثرت يعني من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وممكن نتجاوز بعض الدقائق إذا لم نكمل النقاط اللي يجب أن نتطرق إليها. بعد ذلك حيبدأ مسألة الاستفسارات والأسئلة. أنا طبعا آسف جدا، سوف لا أكون معكم في يمكن ما ألحق لأنه لدي ارتباط آخر، فبالتالي ممكن بعد ما أخلص ارتباطي ممكن أرجع وأواصل معكم. أنا اليوم مشيت نزار بلو زعبا كاب 45 دقيقة زي حلف كخوني مس مترجمو ناب حدا ساعات فرقنا كل 9 أبيلك خيدي لك أنت زي ودانا يقرب دقائق نوسخ نخلينا كابون نيو أبتنا يحطون ملسن كنا أبتوينا خالق قصران كالي أخيبان سلزلنا أبتناي قصران أبتناي يحطون ملسن بزح مساهم زواسا كوينو يسمعنا نجن تركيبة قلتي قداي أخيبان تداودين دقينا كي ملسية زيها يغريتها حتى تدلي. فتفضل أستاذ إبراهيم حامد. طيب شكرا أخي جرماي والأخ صلاح أبو ناصر على أن
يعني تمكنا من وجود هذه الفرصة للحديث حول الهموم المشتركة، همومنا الإرثية المشتركة بشكل عام، وبشكل خاص أزمة الفعل. يبدأ هنا حتى الإشكالية من هنا تبدأ، الفعل المقاوم المعارض أيا كان للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إريتريا. ولذلك أنا حقيقة حابدأ بفكرة كثير مهمة جدا عندها علاقة بالتاريخ بتاعتنا، وخاصة المرتبط من الفاتح من سبتمبر وحتى 24 من مايو 91، الثورة الإريترية بحركتها الوطنية والنضالات اللي استمرت 3 عقود. كان في جهود جبارة قدمها الشعب الإريتري بمختلف فئاته وتكويناته من أجل تحقيق الانتصار، وبالفعل تم الانتصار. أنا في تقديري السؤال المهم واصل. هو يعني واحدة من الأسباب الكبيرة اللي يعني مع أسباب كثيرة اللي حققت النصر لتجربة الكفاح المسلح في إريتريا. أنا أعتقد وضوح طبيعة الخطاب اللي كان موجه للشعب الإريتري، وأنا أعتقد كان ملخص في بند واحد، هو تحقيق الاستقلال لإريتريا من الاحتلال الإثيوبي. وبالتالي وحدة الهدف ووضوح الرؤية مكن التنظيمات السياسية والحركات المجتمعية كلها، من مجتمع مدني لمنظمات جماهيرية لتنظيمات سياسية بأدواتها المختلفة العسكرية وغير العسكرية، اللي خلانا نحقق الانتصار ده. أنا في تقديري إنه الهدف كان واضح والخطاب كان واضح، وبالتالي ده ارتبط بقضية مهمة جدا، إمكانية مشاركة أكبر قطاع ممكن من الجماهير الإريترية، شباب وشابات وكبار وصغار، وفي داخل إريتريا خارج إريتريا. الأدوات كانت واضحة جدا، في مقدمتها كان البندقية والكفاح المسلح والعمل العسكري، من خلفها كان عمل جماهيري كبير، ومن خلف العمل الجماهيري ده كان عمل سياسي ودبلوماسي كبير في داخل إريتريا وفي محيط الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. لذلك أنا بقول كثير مهم جدا إنه المدخل ده مهم جدا، لأنه بعدين لما نتناول القضية اللي ما بعد الاستقلال حنعرف قد إيه كان الفرق نوعي فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من نضال الإريتريين من أجل الاستقلال، ونضال الإريتريين من أجل تحقيق التنمية والتقدم والعدالة والمساواة وبناء دولة يعني تسعى الجميع بكل المفاهيم اللي بنتحدث عنها اليوم. أنا بقول ليش الخلفية دي مهمة؟ لأنه الخلفية دي مرتبطة بخطاب واضح، مرتبطة بالمدعو للاشتراك في هذا العمل، يعني فيه بعد شعبي كبير جدا، وطبيعة هذا النضال كانت بتستدعي أنه يكون القطاعات اللي في صفوف المواجهة نسبة كبيرة من الإريتريين في كل الجوانب اللي ذكرتها، العسكرية السياسية المدنية الدبلوماسية غيره. يعني بقول ده لأنه وكان أهمية الكلام ده بيرجع لأنه بعد الانتصار اللي حدث إنه المقاومة من أجل استعادة الحالة بتاعت الديمقراطية وبناء الدولة والتنمية المستدامة وغيرها كان بيتطلب أنا في تقديري خطاب جديد، لأنه الرسالة اللي اشتغلنا عليها بأهدافها بوسائلها بأدواتها في 30 سنة الأولى أدت دورها، وبالتالي حصلت نقلة نوعية للدولة والمجتمع في إريتريا بعد الاستقلال. اللي كان مطلوب من القوى السياسية للأسف الشديد اللي حصل في تقديري هو القوى السياسية اللي كانت تعمل في الحقل الوطني ما قبل الاستقلال أن تستمر، فده شيء طبيعي جدا، لكن يجب أن تستمر بتغيرات تتعلق بخطابها وبنيتها التنظيمية وطريقة البرامج اللي عايزة تنفذها. هذا المثلث في أداء أي عمل سياسي، خطاب وبنية تنظيمية وبرامج تعكس هذه الرؤية. استمر نفس الخطاب اللي كان بيستدعي كل الإريتريين من أجل التغيير، استمر ما بعد يعني بعد التحرير، بعد مايو 91
أو حقيقة بعد مايو 93، لأنه الاستقلال بشكل فعلي تم في 93، استمرار الخطاب دي بنفس الأهداف وبنفس الأدوات وبنفس البنى التنظيمية للحديث عن مرحلة ما بعد الاستقلال، أنا أعتقد دي واحدة من الأشياء اللي تحتاج مننا مراجعة نقدية كبيرة. الآن لما يكون في دولة موجودة بالمفهوم القانوني اللي هو أرض وشعب وسلطة موجودة أيا كانت هذه السلطة، يبقى أشكال المقاومة لهذه السلطة بتاخذ بعد عنده علاقة بالوصول للسلطة، وإلا مفيش. يعني الهدف الوحيد للأحزاب السياسية في ظل الدول المستقلة هو الهدف الوصول للسلطة، لأنه عندها برامج مختلفة، لأنه عندها رؤى مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية. أنا أعتقد أنه واحدة من الإشكالات اللي يجب أن نقف أمامها بشكل نقدي كبير أنه إحنا استمرينا على نفس الخطاب القديم اللي ما يستجيب للحظة ما بعد الاستقلال من 93 وحتى هذا التاريخ. ده انعكس على إيه؟ انعكس على إشكالية كبيرة جدا. ألو؟ شوية نتوقف هنا عشان كويس نطول. تفضل. اوكي. بمجمريا يقني لنا زعد الذهابكمني ابزلهم مشيت مساكم حبيرك زارب لومين بقر انا تي كالعلود اللي يدلخو زعبه كابسسان كاب تي ناي من تناس الناس تلور قال ساعات جميرس قابت على 24 ناي ناس ناي ثلاثه زمن نجرات التقاليلنا نمرأيو من تناس الناس زتخايده حيال سعرن يونيرو جن حدا كابتي نزي حيال كنتات زي بديهنا ناسنت كنرغاغس كاب زغبرنا نصرنتنا علامان بوليتيكاو من الاختنان ناب حزبنا بنصور زبسحه سلازنبره سلازي نزي علامه زين مرغاغس كله اب كبابي نايتي نصور بوليتيكان نصور علامان نصور من الاختن تسريعو يقالس نلو سلازي تي بوليتيكاو من الاختن تلقونا وي من الاختنا وي بوليتيكاوي امامنا نصورن نعوز خون كا كله تي زلينا قرصا اب وتهدراون اب سطاون اب محبراون شنخات سريعناكم اون كله مستي ناي زوبان ناي كبابينا ناي وشتنا نزي علامازي بزغلغل اغباب نفسنا نقالسلو مقالس قرصن سريعنا سلازنبرنا اتي نجر مالت مسناي كله تصنكرناتو بعوت كنزازمو كيلنا سلازي بدحريون زي مسا قالسي لومي انكايد لوم انت فتحين ديمقراسيين معبالين انكايدو قالسي جن بتيناي قدم اسرار حنان بتيناي قدم اغباب انخدو زنبرنا بو نخدو ايت مخنياتو مدرخ زتفليو اذا زتمدربت لك كاني بنصر نحزبنا بحزبنا يكون اتي ان خبابينا يكون ملختنا نايت مدرختي زبق ملختي كخون نيروز جن نحنا دحريتي ناي ناسنت زتخايده قال سنت داريناون بتي اقدم ابيلنا خنكدو سنحنا اغبابن بتاقدم ابيلنا خن تنكايدو زنبرنا قرصان بو كنقصلو بو قصيلنا نص سلازخونه خا نصرنت ناي ملختن نصرنت ناي تي ناب حزبنا خبصح زلو بوليتيكاو ملختن بتخكل كي محلالف بزي مخالو بو درجة دما ابتي انكايدو قالسي ناي معسالن ابتي انكايدو قالسي خمتي قدم انتي نصر علامان مسؤول ملختن نيرو بكل شنخاتو كل اكلات نايت حبرتسب مع سراحتني يكون تمهاري يكون وقتهم تعاطيقو زكالس زنبري كلهم انت حدا علامات رايك على سوس لزنبرو سلازي نتي كبيد نجر بديهم بناسنت بعوض كنزاز مخيل اتم بدحريو قالسي كنقصل زغبرنا وي زغددنا خنتات من تفتحي من تناسنت من تحرنت ككاد نيرو هو ككاد نيرو اتم نزق قالستاس زكايدو وين كقصلو دنيروم هو كقصلو نيروم جن اتي زقصلو مستي حدش مدرخ بز السمامعن
ምስቲ ድሒሩ ዝመፀ ማለት መሬትን ህዝብን ፖለቲካዊ ስርዓትን ሃልዩ ነዚ ኣብዚ እምበኣር እቲ ስልጣን በቲ ክኸዶ ዘለዎ ኣገባብ በቲ ናይ ህዝቢ ፍትሕን ማዕርነትን ብኸረጋግፅ ዘለዎ ናብ ስልጣን ንምብፃሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ዝመስል ቃልሲ እንተደኣ ኮይንና ነካይዶ በቲ ናይ ቀደም ናይ ቃልሲ ዕጥቅን ብኩሉ ዕጥቅታትና ማለት እዩ ኣተሓሳስባና እንከላ እውን ብኡ ደረጃ ክንቅፅሎ ዘይከኣል እዩ ግን ንሕና ብኡ መንገዲ ንቅፅል ስለ ዘለና እቲ ኩነታትና ሓያልን ከምቲ ዝድለ ኣብ ሽትኡ ክወቅዕ ዘይምኽኣሉን ብብዙሕ ፀገማት ከዓ ይፃገምን ይሽገርን ምህላው ክንርኡ ክኢልና ስለዚ ብናይ ቀደም ዕጥቅን ብናይ ቀደም ኣሰላልፋን ነዚ ሓድሽ ኩነታት ብኡ ኣገባብ ክንገጥሞ ምፍታንና ሓደ ካብቲ ፀገምና ይብል አለ تفضل. طيب أنا أحيا المدخل ده بيودينا لقضية مهمة جدا وهي قضية المفاهيم الكونسبتس. احنا الآن أمام إشكالية كبيرة لأننا ما قدرنا نعمل النقلة النوعية لطبيعة الظرف التاريخي الجديد اللي يعني وضعنا فيه دولة مستقلة في إشكالية جدا بتاعت شرعية في إشكالية بتاعت تنمية في إشكالية بتاعت يعني تمثيل حقيقي لأماني وأشواق المجتمع في الدولة الإرثية. من هنا بدأت إشكالية بتاعت المفاهيم نفسها. لما نجي نقول إحنا في المعارضة تنظيم، التنظيم ده كل الأشكال الأخرى اللي تنطبع على أحزاب تنظيم، هي الحركات تنظيمات، هي الفكرة الجبهة نفسها تنظيم هي. وهنا الفكرة بتاعت الاسم دي مش فكرة شكلية أنا في تقديري. لما تقول حزب عنده أدوار وعنده وظائف وعنده طريقة عمل يؤدي بها الوظيفة بتاعته. لما تقول حركة عندها أشكال مختلفة تماما عن فكرة الحزب. لما يعني والجبهة شكل من أشكال الحركة. لما نقول ليلة جبهة تحرير إريتريا، حركة مش عارف الإنقاذ، حركة المقاومة، كل دي مفاهيم مش محطوطة كده بتدي نفس المعاني. وهنا بيجي الفكرة بتاعت إنه كيف ممكن الناس تلتقي على رؤية بتاعت تصور حد أدنى مشترك، لأنه المفاهيم نفسها اللي تبنى عليها الجهات المحجوبة على السلطة بهدف الوصول للسلطة وتغيير الواقع بتختلف. حتى التسمية، من التسمية يبدأ التباين. لما تقول حزب معناته أنت عندك دور بتأديه، واحدة من التسمية بتاعته إنك أنت عايز تصل للسلطة وأنت عايز تستخدم أدوات بتاعت المجتمع من أجل التوعية بهدف التغيير. لما تقول أنت جبهة، يا إما عندها معنيين، يا إما يكون في جبهة معناها تحالف بتاعت قوة سياسية متعددة على برامج حد أدنى، وبالتالي مطلوب منا أيضا استخدام وسائل محددة بهدف الوصول للسلطة. الكلام ده برضو ينطبق على فكرة يعني أي تنظيم مبني على قصة مثلا تسمية حركة أو جبهة أو كذا. لكن الحزب ده كمفهوم عنده أدواته وعنده طرقه وعنده طريقة اللي ممكن يصل بها للسلطة. ولذلك أنا أعتقد نحن في الساحة بتاعت المعارضة سميها أو المقاومة whatever، لأنه فعلا الإشكالية كبيرة. هل هي ساحة معارضة؟ هل هي ساحة مقاومة؟ هل هي ساحة مقاومة ومعارضة؟ ده بيؤدي بينا على طول إلى فكرة بتاعت محاولة الهروب من الدخول في التفاصيل اللي مهمة جدا لإحداث عملية التغيير إلى التعميم. لما تيجي تقول له والله انت تنظيم، يقول لك اوكي انت حزب سياسي تمام، انت جبهه وات ايفر ايا كانت هذه الجبهه، ايوه تمام. طيب هذه التسميات ببرامجها بوسائلها بالطرق اللي عايز تصل بها للهدف المطلوب انا اعتقد مختلفه، وبالتالي فكره عدم الوصول لخلق تحالف عريض بين القوى السياسيه المعارضة للنظام بهدف الوصول لعملية التغيير أنا أعتقد تبدأ من هنا، تبدأ من التسمية وتبدأ من الأهداف وحتنتقل للوسائل وبالتالي حتنتقل للبرامج. أنا حدي مثال بسيط الآن في ظل الوضع اللي احنا موجودين فيه دي، إذا كان في تنظيم رافع شعار استخدام وسيلة الكفاح المسلح من أجل تغيير هذا النظام، في تنظيم آخر رافع وسيلة أخرى whatever كانت شكلها،
كيفية إحداث نوع من توافق بين القوى المتعددة في وسائل دي للوصول لحد أدنى مشترك. دي واحدة من التحديات اللي قاعد تواجهنا. القضية بتاعت الحديث عن إنه المعارضة ضعيفة وما عندها دور وفشلت في أدوارها، ما دي نتيجة. الحديث هنا ما بفيد. هو أنا في تقدير الحديث إنه ليه الفشل ده، أو ليه التعثر إذا جاز التعبير، حتى نكون نلطف المفهوم نفسه. هذا التعثر الكبير على مدى 3 عقود أنا أعتقد يحتاج مننا إلى وقفة، لأننا ابتعدنا عن تشخيص الواقع، وبالتالي ليس من العيب أن يكون في تباين بين القوى السياسية المعارضة للنظام في الداخل أو في الخارج، عشان نعرف الناس مختلفة على إيه، وإيه هو اللي ممكن تجنبه على أساس خلافات حقيقية بين القوة دي، وإيه هو اللي ممكن تتفق عليه عشان نحدث تحالف حقيقي. لكن الآن وللأسف الشديد أنت لو تلاحظ زي ما قلت في بداية كلامي، إنه الأدوات اللي قاعدين نستخدمها أدوات تجاوزها الزمن. تجاوزها الزمن بمعنى إنه وضعت لأهداف محددة، وضعت لظرف تاريخي معين، وضعت لحل إشكالية معينة تتعلق بطبيعة احتلال والهدف منه الانتصار. الآن تغيير هذا النظام لنظام أفضل، أنا أعتقد دي كل الأدوات القديمة بداية من التسميات مرورا بالأهداف وصولا للبرامج، أنا أعتقد تحتاج إلى نقلة نوعية. ودي واحدة من الأشياء اللي إحنا يعني تعثرنا فيها كمعارضة بشكل عام، وبدأت حتى بداية من التسميات بتاعتنا، هنا تبدأ الإشكالية. أوكي. هذا التعقيد أدى إلى اللجوء إلى التعميم أكثر منه إلى تشخيص طبيعة ودور أي قوة سياسية معارضة، وبالتالي نعرف ما هو مختلف عليه بشكل دقيق، ويعرف ما هو متفق عليه، وصولا إلى تحالف حقيقي يؤدي إلى عملية التغيير. أوكي. أبزي أسئلنا كريون نفتن إزي ما توزي زي تقسكوا كم تزبلكوا ندي حدش فنتات بأرجيت أجباب متعمو زي كالو حجي إذا قات من ناظر له نجار أنت داري الناس كابتي أسمات نجمر ودبات اللوانا سلفتات اللوانا من قصاص اللو جنبار اللو إزي سقيل كاز مساسم أيقونن إزي سمزي زهبو ترجمن زختلو أجباباتن أب علامو زبس حلو ناي قاسي أسرارحون كله زتفلي. سلازي إذا كله أب حدا تأكيبو زتفعل مخانو كنجنزب يقبعنا. سلازي زتفعل عليه مخانو فليتو خاني انتايو تباهلو خجلس قالو مخنياتو سلفخ تبلون كلها كاب ودب كاب جنبار زتفليو حدا ترجم زلوم حدا أجبابن حدا علامة أب كستايم نمسح زلوم أيقونون إنبار الطفل اللي كابسم يجمر جنبار انت داخلينه زوم مالت لفنتي كقوم تداخلينهم زتحت نت بسممع ويعب زتحت بروجرام تسامعهم كسرحوا زخو اليوم اتي تقاومون جزاء رسو عتقاو تقامون اتي بزي عتق تقاومون إذا كله وين قالوا. سلازي كابت أسماء جميرنا انت دا رئينا اتي كل زقات أمنا إذا زتفعل عليه أكلات زتفعل عليه أكايدا سلوزلو حدا سفيح جنبار متقلالو تقم كاب زفتر لنا بقاري كله زتفعل عليه. سلازي كابسم جميركا كابون نيو أب علامة أب بروجرامو أب معوات وتحدراو عتقي كمن وتحدراو عتق زي كمن وي بخال أجباب زي كف وتحدراو عتق خال أجباب زت كمن إذا كلهم بعرفوا في لا دحرج جمجمات جبروا له الله ونزيد جمجمنا إنا نتي دخامكم في الصوت دخامناكم في وصول نخيل دخام الله ده هو تدخام وسعيد نايز كله زتفعل عليه أكلات كاب تقدم بالكاس تتقسي ناي قدم أجباب نزي حدش مدرخ تقدم زدلي زتفعل عليه علامات زتفعل عليه
ኣገባባት ኣካይዳን ከለዎ ኣብ ገምጊሞ ኣብ ዝተሓተ ነጥቢ ተሰሚዑ ክኸይድ ስለዘይክእል ወይ ስለዘይከኣለ ድኻም ውፅኢት ናይዚ ኩሉ እዩ። ስለዚ እዚ ንሰለስተ ዘመን ዘካየድናዮ ቃልሲ ብዓወት ክንዛዝሞ ዘይከኣልና ናይ ግድን ኮፍ ኢልና ግምገማ ከነካይድ ይግባእ። ብግምገማ ኣካይድና ከዓይና ነቲ ሽግራት ከመይ ጌርና ክንሰብሮ ኢልና እቲ ናይ መስገሪ ኣገባብን ወይ ዓይነታዊ ለውጢ ከመይ ጌርና ከነምፅእ ኢና ኢልካ ብድሕሪኡ ናብቲ ዓይነታዊ ለውጢ ናይ ምምፃእ ነቲ ግዚኡ ዝሓለፎ ኣገባብ ቃልሲ እንከላይ ስሙን ነዚ መድረክ እዚ ብዝበቅዕ ለውጢ ኣረጋጊፅካ ኣብቲ ትደልዮን ምብፃሕ ንምቅፃል ይከኣል እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ክግበር ዘለዎ እዚ ኩሉ ፍልልያት እዚ ሃልዩ ዝርአናዮ ንዑ ገምጊምና እምበኣር ኢና ናብ ዓይነታዊ ለውጢ ናይቲ እዚ ዘለናዮ መድረክ ዝጠልቦ ኣገባብ ቃልሲ ምስቲ ዝተፈላለየ ኣረኣያና ምስ ዝተፈላለየ ተሓሳስባና እውን ከመይ ጌርና ኢና ሓድሽ ክሓቅፎና ዝኽእል ቅርፃ ኣዋዲድና ኣብቲ ብዓወት ክንዛዝሞ እንኽእል ነቲ ናይ ምቅዋምን ነቲ ናይ ምልዋጥ ናይቲ ሃገርና ዘሎ ኩነታት እዚ ኣገባብ እዚ ክንጥቀም ይርአየና። أستاذ كابوشي طيب بدل الكاميرا شوية نزل تحت الكاميرا. قلت شنو أنا؟ الكاميرا شوية نزل تحت. الكاميرا اللابتوب شوية مايل لتحت اللابتوب الشاشة. كده كويس؟ تاني شوية زيادة. شوية تاني. بس ممتاز تفضل وصل. طيب أنا هنا برضو في قضية مهمة جدا بتستتبع دي إنه واحدة من الإشكالات اللي مش قادرين نلتفت لها وتحتاج إلى وقفة. في 30 سنة حصلت تغيرات وتحولات كبيرة في واقع المجتمع الإريتري، يعني فيما يتعلق الشعب الموجود في الداخل، الشعب الموجود في جوار إريتريا في السودان وفي إثيوبيا وغيره، الجزء من المجتمع الإريتري اللي حدث إلى هجرة في العالم العربي وإلى أوروبا وأمريكا. كل هذه التغيرات يجب أن توضع في الاعتبار عشان نعرف احنا بشكل مباشر بنخاطب مين. دي واحدة من الأشياء اللي عدم الالتفات واستخدام الأسلوب القديم في المواجهة خلانا يعني ما ننظر لطبيعة التغيرات اللي حصلت على مستوى الداخل في الحراك المجتمعي داخل إريتريا وخارج إريتريا، التحولات الاقتصادية، التحولات الثقافية اللي تمت، التحولات فيما يتعلق بالهواجس الأمنية للمجتمع دي. كل هذه التغيرات اللي حصلت أيضا واحدة منها ودي واضحة جدا، هناك كثير من الإشكالات الآن موجودة ما بين الامتدادات لهذا المجتمع في كل من إثيوبيا والسودان مثلا. هذه قضية الآن بدأت تظهر في ال3 عقود اللي مشت، كيف ممكن يتم التعامل مع هذه المسألة، لأنه أنت ما شغال في جزيرة معزولة، أنت موجود في إريتريا، عندك جوار مباشر وعندك جوار إقليمي وعندك تغيرات دولية. واحدة من الأشياء اللي ما أدت المقاومة أو المعارضة الإريترية وضعتها في الاعتبار أنه عامل الزمن ل3 عقود حصلت فيه تغيرات كبيرة. بمعزل عن النظر في هذه التغيرات والتوقف على رؤية ثابتة لعملية التغيير، أنا أعتقد دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي قاعد تواجه المعارضة، لأنه الزمن مش بإيدنا والتحولات الموجودة داخلنا وحوالينا وعلى المستوى الدولي كبيرة جدا. يعني في كثير من الناس ما قادرين يتخيلوا الفكرة بتاعت إمكانية وقوع إريتريا في قصة إنه الدولة الفاشلة مثلا. يعني جوارنا بشكل أو بآخر الصومال وقع في هذه الأزمة، عندك السودان الآن وقع في فكرة الدولة الفاشلة، عندك إثيوبيا هناك اهتزازات كبيرة في الداخل قد تؤدي ببنيان هذه الدولة. دي كلها تغيرات على حدودنا بشكل مباشر. علينا وعلى المعارضة أن تضع في الاعتبار ويكون عندها رؤى وتصورات بحيث أنه تحمي مجتمعها ودولتها ومستقبلها
لأنه مبني على تضحيات كبيرة، لكن ده بيطلب إلى جهود كبيرة. يعني القضية بتاعت عدم الالتفات لها واحدة من الإخفاقات الكبيرة. هناك تحديات كثيرة أنا ذكرت، هذه واحدة من التحديات. الأمر الثاني التحدي بتاعت الهجرة، أو نسميها النزوح، نسميها الخروج من إريتريا. هذا تحدي كبير. خلال 3 عقود حصلت تغيرات كبيرة في واقع وتركيبة المجتمع الإريتري في الداخل، من الحدود للحدود، الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، في كل إريتريا حصلت تغيرات كبيرة. أين مسؤولية المعارضة؟ لأنه الخطاب نفسه والتحديات اللي قاعد تواجهها هي متغيرة، والمعارضة للأسف الشديد في خطابها ثابتة. يعني أنت دي الأدوات اللي حتحدث بها تغيير. قواك الداخلية في إريتريا كمجتمع، وأيضا دول جوارك موجودة باعتبار أنت شغال في إقليم. أيضا يعني معرفة التحديات اللي ممكن تؤثر بها بشكل سلبي أو إيجابي دول الجوار الإقليمي لإريتريا هي إيه، وإلى أي درجة خطيرة، وإيه أشكال التحديات اللي تواجهنا في هذا الحراك الموجود بأبعاده المختلفة، الأمنية والاقتصادية والمجتمعية وغيره. أنا أعتقد دي حصلت تغيرات كبيرة، والقوى المقاومة الإريترية أو القوى المحجوبة عن السلطة في إريتريا وتريد السلطة من أجل التغيير، أنا أعتقد ما التفتت يعني تغيرات كبيرة. أنا ذكرت منها التغيرات بشكل عام الإقليمية والدولية. يعني فكرة حركة التحرر والدعم للشعوب وغيرها دي مرحلة انتهت زمان خلاص. الآن في يعني احنا الآن عايشين في عصر بتاعت مصالح بشكل مباشر. يقول لك أنا عندي مصلحة أتعامل مع هذه القضية بغض النظر عن كل التعقيدات اللي فيها. ما عندي مصلحة حتى لو كانت قضية عادلة، أنا ما عنديش مصلحة في الموضوع. في مفاهيم كثيرة تغيرت في العلاقة ما بين الإريتريين وأيضا الإريتريين وجوارهم والعالم. أنا أعتقد دي برضو من القضايا اللي ما التفتت لها المعارضة الإريترية عشان تبني خطاب عنده سند إقليمي ودولي، وقبل ده كله يكون عنده سند داخلي. يعني واحدة أيضا قضية ثالثة أنا عايز ألفت لها الانتباه، وهذه قضية بالنسبة لي مهمة جدا. يعني واضح جدا على مدى أكثر من 30 سنة في إهمال كامل للشعب الإريتري الموجود في داخل إريتريا، أيا كان ظرفه، التحديات اللي قاعد يواجهها، إمكانية الدور اللي ممكن يؤديه في المقاومة، لكن يعني تشطيبه والعمل خارج هذا الشعب والإتيان بعملية الانتصار من خارج الحدود الإريترية، سواء كانت جغرافيا أو بشر، لإحداث تغيير في الداخل، هاي قضية تحتاج مننا إلى وقفة كبيرة جدا. أنا حضرب مثال بسيط عشان الناس تنتبه. عدد سكان لبنان 16 مليون، 12 مليون من اللبنانيين موجودين خارج لبنان، ويمكن 4 أو 5 مليون موجودين في داخل لبنان. المسؤولية بتاعت التغييرات اللي ممكن تحدث في لبنان هي مسؤولية الناس الموجودين في الداخل. 4-5 ملايين هم المسؤولين. المهاجرين في مختلف قارات العالم خارج لبنان هم عامل مساعد وعامل بتاع سند وعامل بتاع قوة، وممكن يحدث الفارق، لكن لا يمكن أن يتحول إلى بديل للمجتمع الموجود في داخل لبنان. ودي تجربة تنطبق على الكل. إحنا كإريتريين كمقاومة لم نعطي هذه المسألة أهمية كبيرة. يعني عولنا كثيرا على شعبنا وجماهيرنا الموجود في المهجر أو موجود في اللجوء في المعسكرات في الجوار الأريتري، أو اللي هاجروا وأخذوا جنسيات أخرى وعاشوا فترة أكثر من 25-30 سنة خارج إريتريا. التعويل عليهم على أنه هم حيحدثوا النقلة دي مسألة على الأقل تحتاج مننا إلى وقفة، ويجب أن ننتبه لها كثيرا. تقديراتي الشخصية أنا حقولها في آخر الكلام. يعني هنا نتوقف ممكن عشان ما نطول. تفضل. ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ክንጥምቶ ዘሎና እዚ ናይ 30 ዓመት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ናይ 30 ዓመት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረኽበ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝተረኽበ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረኽበ ለውጢ ብዙሕ ለውጢ ስለተረኣየ ስለዚ እዚ ቀደም ንፈልጦ ዝነበርና ምስቲ ቀደም ኣብ ኣራእዩ ምስቲ ቀደም እንፈልጦ ኣተሓሳስቡን ምዛ ኣተሓሳስባ እዚ ኣይኮነን ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ኣብ ዓለምና ብዙሕ ለውጢ ስለዝኸትል ዓናውን እዚ ለውጢ እዚ ንህዝብና ፀልይዎ እዩ። ስለዚ ምስቲ ቀደም እንፈልጦ ህዝቢ ዘይኮነ ምስ ሕጂ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ህዝቢ ክንዋሳእን ክንዛረብን መልእኽቲ ክንለዋወጥን ክንክእል ኣለና። ስለዚ ምስ መን ንዛረብ ከም ዘሎና ክንፈልጥ ኣለና።
مسزوم بار أبزي بزح وشت هزبنا ترى يوزل لو وشت ناي 3 عمل بتي جزيو زحلفو أجباب ቋንቋ ምስኡ ክንላዘብ ወይ ክንዛረብ ዘይክእል እዩ ህዝቢ ከምቲ እንፈልጦ ወይ እዩ ዘሎ ኢልና ጥራሕ ክንሓስብ ኣይግባአናን ምክንያቱ እቲ ለውጢ ኣብ ውሽጥና ሃገርና ተረኺቡ እዩ ኣብቲ ከባቢና ተረኺቡ እዩ ኣብ ዓለምናዊን ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃውን ብኡ ደረጃ ለውጢ ስለ ዘሎ እዚ ለውጢ እዚ ንህዝብና ስለ ዝፀልዎ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባና ወይ መልእኽትና ንዕኡ ምስዚ ዘለዎ ሓድሽ ኩነታን ሓድሽ ኣተሓሳስባን ክኸውን ኣለዎ ካልእ ሎሚ በቲ ናይ ቀደም ብዛዕባ ዝምድና ሓርን እቲ ዝምድና ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ዝምድና ኣይኮነን ምስ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ክህልወና ዝኽእል ወይ ምስ ዞባዊ ዝምድናታት ክህልወና ዝኽእል እቲ ዘሎ ዝምድና ሎሚ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ ብዘይገድፍ ኣብ ውሽጡ እንታይ እዩ እቲ ስርዓት እንታይ እዩ እቲ ዝግብር እቲ መንግስቲ ወይ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ከባቢ ካብዚ ምሳኻ ዝገብሮ ዝምድና እንታይ እዩ ክረብሕ ስለዚ ረብሑ እዩ ኣቀዲሙ ዝልዝ እዚ እውን ካልኣይ ነጥቢ እዩ ክንግልጥምቶ ዘለና ኣብዚ ከባቢና እውን እዚ ዓይነት ለውጥታት እዚ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣተሓሳስባታት እውን ተለዊጡ ስለ ዘሎ ምስቲ ተለዊጡ ዘሎ ኣተሓሳስባ ብዝሰማዕ ኣገባብ ፖለቲካናን ነብስናን ፖለቲካዊ መልእኽትታትናን ክንሰርዕ ይግባአና ሳልሳይ ነጥቢ ክዝክሮ ዝደሊ ኣብዚ 30 ዓመት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ካልኣይ እቲ ናይ ስደት ኩነታት እውን ኣሎ እዚ ናይ ስደት ኩነታት ብሰፊሑ ክንሪኦን ክንዕዘቦን ከነተኩረሉን ዝግባአና ነገር እዩ ብዙሕ ምዝባል ኣሎ ብዙሕ ስደት ኣሎ ኣብዚ ስደት እዚ እውን ብዙሕ ናይ ኣተሓሳስባታትን ናይ ኣራእታትን ናይ ረብሓታትን ፍልልያት ኣጥርዩ እቲ ህዝቢ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ገምጊምና እቲ ህዝብና ከመይ ይሓስብ ብከመይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ቋንቋ ኢና ምስኡ ክንዛረብን ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥን እዚ እውን ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ካልእ ኣብ ውሽጢ እዚ 30 ዓመት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ብዙሕ ኣተኲርና ክንሰርሕ ይግባአና ምክንያቱ ንሕና ሎሚ ኣብ ደገ ኮይና ኩሉ ካብ ደገ ተበጊስና ለውጢ ከነምፅእ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣነ ኣብዚ ሓደ ምሳሌ ክጠቅስ ይደሊ እዚ ምሳሌ እዚ እውን ንዓና እውን ኩነታትና ከምኡ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ወይ ንዑ ክመስል ስለ ዝኽእል ሓደ ምሳሌ ሂበ ክሓልፎ ነዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ሊባኖን 16 ሚልዮን እዮም ካብዚኣቶም 16 ሚልዮን 12 ሚልዮን ኣብ ወፃኢዮም ዝነብሩ እቶም 5 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ዝነብሩ ግን ሓላፍነት ኣብ ሊባኖን ዝግበር ለውጢ ፖለቲካዊ ለውጢ ይኹን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ለውጢ ወይ ኩሉ ዓይነት ለውጢ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ እቲ ሓላፍነቱ ዝስከም እቲ 5 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ እቲ 12 ሚልዮን ህዝቢ ዝበልናዮ እዚ ሓጋዚ ተራን ደጋፊ ተራን እዩ ክፃወት ዝኽእል እምበር ቀንዲ ተዋሳኢ ናይቲ ለውጢ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ኩነታት እውን እንተኾነ ነዚ ክመስል ዝኽእል تفضل أستاذ أنا حقيقة في جزئية كثير مهمة جدا اللي هي أنه عشان نصل لتصور مشترك بين كل المعارضة الإريترية بهدف الوصول إلى التغيير المطلوب أنا أعتقد أنه في قضايا كثيرة يجب أن ننتبه لها أولا يجب أن نقوم بعملية بتاعت مراجعة نقدية لل30 سنة اللي مروا على المعارضة بعد الاستقلال ماذا فعلنا وأين وصلنا والتعثر ده سببه شنو بشكل موضوعي وحقيقي أنا أعتقد إذا ما عملنا مراجعة نقدية ومع أنه الوقت 30 سنة حصلت فيها تغيرات كثيرة جدا في إريتريا وفي جوارها وعلى مستوى العالم أنا لم أرى حتى الآن وقفة ومراجعة نقدية دقيقة لتجربة المعارضة سواء كان من قبل المثقفين أو المستقلين أو الكادر بتاعت التنظيم مطلوب مننا وقفة الهدف منها نقد ومراجعة التجربة وأخذ ما هو إيجابي منها وأيضا تجاوز ما هو سلبي وهو كثير يعني أنا أعتقد إحنا شغالين بدون تقييم بدون مراجعة بدون متابعة بدون تقييم
وبالتالي شعاراتنا بقت ثابته، رؤانا بقت ثابته، والعالم من حوالينا يتغير. و30 سنه كثيره، الان العالم بيفكر كل 5 سنين بيحدث وقفه، لانه السرعه الموجوده في التغيرات سرعه كبيره جدا. 30 سنه 33 سنه ده زمن كبير جدا. بدون الوقفه والمراجعه دي انا اعتقد حتكون في مشكله كبيره، وانه تشارك فيها كل الناس بشكل شفاف وبشكل يعني جيد، بهدف الوصول الى يعني نكون جزء من العصر، ونكون جزء من الحاضر، ونعمل بشكل وبكفاءة أفضل من كده. هنا ملاحظة أخيرة أيضا في الجزئية دي، القضية بتاعت التحالف. أنا أعتقد في مشكلة كبيرة جدا في الفكرة بتاعت التحالف نفسها. من يتحالف مع من على أساس أنه هناك في حد أدنى من الالتقاء، ولا كل المتناقضات الموجودة دي تنظيمات جهوية، تنظيمات ذات مرجعية إسلامية، تنظيمات ذات مرجعيات وطنية، يعني التنظيمات محدودة الرؤية في خطابها للمعالجة للأزمة في إريتريا. ده كله عشان نحدث فيما بينه قاسم بتاعت حد أدنى مشترك، ده بيتطلب إلى وقفة كبيرة جدا. يعني على أي أساس يتم بعدين الفكرة بتاع قبول الآخر، فكرة قبول الآخر على فكرة بنتناولها كثير في كلامنا، في كتاباتنا، في ندواتنا، لكن عمليا بشكل حقيقي عندنا مشكلة مع قبول الآخر، عندنا مشكلة كبيرة مع قبول الآخر. الجزئية الثالثة اللي أنا عايز أتكلم عليها هنا في الجزء ده فيما يتعلق بالمعارضة، حد يجي يقول لك والله يا أخي هذه التنظيمات صغيرة، هذه تنظيم بتاعت أسرة، وهذا التنظيم كل ما يجي 500 نفر، وهذا التنظيم جهوي، وهذا. هو السؤال مش هنا، السؤال عشان تحدث تحالف انت ما تقدرش تمنع الانسان اصلا بطبيعه الحق. انت يعني فليعمل التنظيم اللي هو عاوزه. انا في رايي المشكله في انه انت تضع شروط للتحالف، تقول والله التنظيمات اللي تتوفر فيها 1 2 3 4 دي تنظيمات كبيره، التنظيمات اللي تتوفر فيها 1 2 3 4 5 دي تنظيمات متوسطه، والتنظيمات الصغيره هي كذا كذا وفقا للشروط اللي انت تضعها. الناس ممكن تشارك في العمليه بشكل معروف. وهذه التجربه يعني خذوها الفلسطينيين من سنه 94 بعد مؤتمر الجزائر، حددوا قالوا التنظيمات اللي توفر للخزانه العامه للسلطه بتاعت الدوله الفلسطينيه من اشتراكاتهم كذا، دي تنظيمات عندها جماهير وكبيره. التنظيم اللي يقوم بعمل فدائي كذا 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 الى اخره عدد معين، ده تنظيم كبير. التنظيم اللي عنده تفريغ بتاع كادر بعدد معين، ده تنظيم كبير. اللي عنده اقل كذا. القصه يجب ان لا تبدا بالمنع، القصه يجب ان تبدا بمن هو وما هي قدراته عشان يدخل في تحالف حقيقي باوزان حقيقيه. احنا الان لانه اصلا ما فيش اي معايير لفكره التنظيم نفسه، وفكره التحالف مبنيه على الشراكه، شراكه في حجم الفعل السياسي من خلال الكادر، شراكه بحجم المساهمه الماليه في الموازنه بتاعت التحالف، شراكه بالقدره بتاعت التاثير في الشارع الدبلوماسي على المستوى الاقليمي والدولي. بدون معايير محدده واضحه ما نقدرش نعمل تحالف حقيقي وجاد ومبني على قدرات المكون الارثي من داخله. يعني هذه مش مشكله كبيره جدا. يقول لك والله ما دام هو تنظيم وعمل سنه وعمل مؤتمر، وهذه طريقه لا تستجيب لطبيعه التحديات اللي احنا بنواجهها الان. التحالفات في العالم كلها عندها مفاهيم محدده واضحه مبنيه على 1 2 3 4 مصادر قوتها وشكلها بتحدد وضعها في داخل التحالف. انا اعتقد دي مشكله كبيره جدا. القضيه الثانيه قضيه مواجهه النظام الموجود في إريتريا من خلال البندقية، وده تقديري الشخصي. أي بندقية سوف لن تأتي بديمقراطية. اللي يأتي بالبندقية حيطالب تغيير الواقع ببندقية كمان. من التجارب اللي حوالينا ما فيش حد وصل للسلطة ببندقية وبعد كده قام قدم للناس ديمقراطية. أنا أعتقد أيضا دي واحدة من القضايا اللي تحتاج مننا إلى مراجعة بشكل شفاف وواضح، سواء كان على مستوى التنظيمات السياسية أو على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى كل الإرثيين الفاعلين في الساحة اللي ينشدون ويهدفون إلى عملية التغيير. نقف ونحدث حوار جدي فيما يتعلق بكيفية مواجهة هذا النظام. واحدة في تقديري الشخصي من المخاطرة أنك تستخدم العنف المسلح، لأنه أساساً التجارب أثبتت خطورة هذا النوع من الممارسة بهدف التغيير. الأمر الثاني أيضا خلونا نناقش بشكل صريح وواضح، هل هناك فعلا خطر على ما يسمى بفكرة الأمن القومي للبلد ده ولا لا؟
ما هي قضية الآن كلها مسكوت عنها. إذا المنطقة اللي يقول على طريقة بالمفهوم السوداني اللي والله يا فيها يا نكفيها، يعني يا أنا فيها يا تذهب القضية كلها إلى الجحيم، هذا كمان مفهوم. ما عندنا مشكلة، بس خلونا بصوت عالي نناقش هناك مخاطر ولا لا، ما هو الثمن اللي حندفعه نحن إذا أحدثنا التغيير بهذا الأسلوب. مصالحنا في الداخل كأريتريين، مصالحنا في الإقليم. أنت مش تلعب في الفراغ، احنا بنلعب في إقليم كله على نار. وأي تغير يحدث فكرة إنه والله الناس هذه حقوق وهذه سيادة وهذا غيره، الناس كثيرة حتروح في الرجلين يعني. لذلك أنا ما عنديش حاجة محددة أقولها، بس اللي أنا بقوله خلونا نفتح القوس ونحاول حول المهددات والمخاطر الموجودة دي يعني. عموما يعني عشان تترجم الجزئية دي، وبعد كده أنا حختم الكلام بتاعي. اوكي. أقدم أبيلا بتاع سلسلة نطبيات ذكرن حنت نطبي زرسع كوانيرا قداست نطبيان الساوين أبز كبابنا هذه بزحت ناي مالت زفشلا دولاتات ويد نرئ لنا ويد فشلا منقستات نرئ لنا. سلزي زين جزء رسو نصبراغو أب إرترا انتا يكون زبل أصبغنا تمتو أبتين نكايدو ميزاناتنا وين أب قمتاتنا يكون كيد زلنا يو. ስለዚህ ኣብቲ ሃገራዊ ኣብቲ ብሄራዊ ፀጥታና ብኸመይ ከንፀባርቕ እዩ ንዝብል ውን እዚ ኩሉ ክንርእዮ ይግባአና እዩ። ስለዚ ብቲኣ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ነጥብታቱ ዘቐመጠ ምስቲ ኩሉ ኣብቲ ከባቢና ዝተረኣየ ሓድሽ ነገራት ወይ ዝተረኣየ ለውጥታትን ምስቲ ዝነበረና ኣገባብ ናይ ቃልሲ ግዚኡ ዘሕለፈን ምስኡ ኣናፃፂሩ ዘምርኦም ናይቲ ኩሉ ከባቢና ለውጢ እዩ እምበር ኣብዚ ሕጂ ቀፂሉ ስታይቨሎ እቲ ሕጂ ኣብዚ ሓበራዊ ኣራእያ ክህልወና የድሊ። እዚ ሓበራዊ ኣራእያ እዚ ግን ከመይ ጌርና ኢና ክንበፅሖ ንኽእል? ነዚ ሓበራዊ ኣራእያ እዚ ክንበፅሖ ንኽእል ብመጀመርታ ነቐፈታዊ ግምገማ ናይዚ ናይ 30 ዓመት ኣካይዳና ክንገብር ኣለና። እንታይ ኢና ጌርና? እንታይ ኢና ተጋጊና? ስለምንታይ ኢና ዘይተዓወትና? እቶም ናይ ዓወትና ረቋሒታት እንታይ ይመስሉ ነይሮም? እቶም ዘጓነፉና ዕንቅፋት ዝኾኑ እንታይ ይመስሉ ነይሮም? እዚኣቶም ብነቐፈታዊ ኣገባብ ክንግምገሞም ክክእል ኣለና። እዚ ኣገባብ እዚ ስጋብ ሎሚ ክንጥቀመሉ ኣይረኹን። ካብ ምሁራትና ይኹኑ ወይ ካብ ልሂቃናትና ይኹኑ ወይ እውን ካብቶም ኣብቶም ዝተፈላለዩ ውድባትን ሰልፍታትን ግንባራትን ዘለዉ ካድራትን ስጋብ ሎሚ ክግበር ኣይተረኣየን። ስለዚ ኣብዚ ክግበር ዘለዎ እምበኣር ነቐፈታዊ ገምጋም ተኻይዱ ኣወንታዊ ሸነኻቱ ኣዕቂብና ኣሉታዊ ሸነኻቱ ድማ ኣወጊድና ንኸደሉ ኣገባብ ከነካይድ ነይሩና። እንተኾነ ግን ንሕና ኣብ ደውታ ኢና ዘለና። እቲ ናይ 30 ዓመት ዝነበረና ኣራእያ ብዘይ ግምገማ ብዘይ ለውጢ ከም ዘለዎ ከም ዝመፀና ከም ዝተረኽቦ ንኸይድ ስለ ዘለና ኣብ ዓለማና ንምብሳሕ ኣሸጊሩ። ካልእ ዓብዪ ፀገም ኣብዚ ኣነ ክልዕሎ ደልየ ዘለኹ ጉዳይ ልፍንቲ እዩ። ብልፍንቲ ብዙሕ ኢና ንዛረብ። ስለዚ ልፍንቲ ክንብል ከለና መን ምስ መን ይላፈን ንዝብል ሕቶ ከነልዕል ይግባአና። ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ውድባት እዮም ዘለውና። ካብ የማን ስጋብ ፀጋም ካብ የማን ስጋብ ፀጋም ኣትሒዝካ ዝተፈላለየ መደባትን ዝተፈላለየ ኣረኣያን ዝተፈላለየ መደብ ዕዮን ዘለዎም ናይ እምነታት ናይ ብሄራት ወይም ብሄራውያን ሕብረ ብሄራውያን ውድባት እዮም ዘለውና። ስለዚ ኣብዚ እምበኣረይ ናይ ሓባር ረቋሒ ናይዚ ኩሉ ከተምፅእ ከቢድ መፅናዕትን መን እዩ ከምስ መን ዝላፈ ክንብል ክንክእል ኣለና። ካልእ ኣብ ምግምጋምና ንገዛእ ርሱ ሓደ ውድብ መሪሕነት ዘለዎ ወይ ጉባኤ ዘካየደ ኢልካ ዝኸውን ኣይኮነን። እቲ ግምገማ ናይዚ ውድባት ናዚ እሞ ደረጃ ከዓ ትልፍንቲ ንክኸውን ኣብቲ እስከ ኣብ ድሕሪ ናይ ቱኒስ ኣኼባ ናይ ፍልስጤማውያን ዝተካየደ ናብቲ ናይ ዓብዪ ፅላሎም ንዝኣትዉ ንገዛእ ርሱ ክመዝኑ ከለዉ ሓደ ብገንዘባዊ ዓቕሙ ይምዘን። ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ነዚ ፅላል እዚ ከቅርበሉ ዝኽእል? እቲ ሓደ ብዘለዎ ሰብኣዊ ጉልበት፣ እቲ ሓደ ብዘለዎ ብዝሒ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ክብደትን ዝተፈላለየ ሚዛንን
ኣለዎም ኣብቲ ልፍንቲ ከዓ በዚ ደረጃ ከዓ እቲ ናይ ልፍንቲ ቅድመ ኩነት ከነቐምጥ ይግባአና ወይ እቲ መዕየሪ ወይ እቲ መዐቀኒ ከነቐምጥ ይግባአና ጥራይ ብድብድቡ ኣነ ንኻልእ ምቕባል ዝበሃል ስቒልካ ከም ዘለዎ ኣምፂኢካ እዚ ንእሽተዩ እዚ ዓብዩ ወይ እዚ ማእከላዩ ኢልካ ጥራሕ ዝኸውን ኣይኮነን እቲ ሚዛን ካብዚ ንላዕሊ ድቕቕ ዝበለ ሚዛን ክህልወና ኣለዎ እምበር ከምቲ ዝበሃል ጉባኤ ዝገበረ መሪሕነት ዘለዎ ወይ እውን ንገሊኡ ከዓ እዚ ንእሽተዩ እዚ ዓብዩ ኢልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ኩሉ ነናቱ መዐቀንን ነናቱ መምዘንን ጌርካ በዚ ሚዛናት እዚ ከዓ እቲ ናይ ልፍንቲ ኣገባብ መን ምስ መን ይላፈን ዝበሃል ንዑ መልሲ ክንረኽበሉ ኣለና እምበኣርከስ ንፁር ናይ ልፍንቲ ነጥቢ ኣብ ንፁር መዐቀንን ኣብ ንፁር ኣብ ንፁር መዐቀኒታትን ብቅድመ ኩነቱ ዘማልአ ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ካልእ እውን እቲ ኣገባብ ንኽተሎ ናይ ኣገባብ ቃልሲ እውን ኣብዚ ብርግፅ ከነቐምጦ ዘለና ብብረት ዝመፅእ ቃልሲ ዴሞክራሲ ከረጋግፅ ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ እውን እዚ ተመክሮ ዘመስከሮ እዩ ናይዚ ፀገማት እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል ብኡ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ዝመፀ እንታይ ክገብር ዝኽእል ካብቲ ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ናይ ካልኦት ተመክሮታት ዝምስክሮ ምስክር ኢና ኣለና ካልእ ኣብ ኣካይዳና ካብዚ ኣካይዳና ከነወግዶ ዝግባአና ስቒልካ ስለምቅላስ ንቅድሜኻ ምኻድን ወይ ከዓ ኣነ ክህሉሎኒ እንተዘይኮነ ኩሉ እቲ ነገር ዋላ እውን ገደሊእቶ ብዝብል ኣገባብ እውን ክንከይድ የብልናን ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ኣብዚ ናይ 30 ዓመት ሽግራትና እንተዳርኢና እዞም ኩሎም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ነጥብታት ኣብኡ ንሪኦም ስለዚ እቲ ቀንዲ መዋፅኦ ናይዚ 30 ዓመት እዚ ነቐፈታዊ ገምጋም ኣካይድካ ብሓድሽ ኣገባብን ብሓድሽ ነቲ መድረኽ ብዝመስሉን ነቲ መድረኽ ብዝምጥንዎ ኣገባብ ነብስኻ ምስራዕን ምቅላስን እዩ ካብዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ነጥበይ ከኣቱ እየ تفضل استاذ انا حقيقة في الختام بقول شوف احنا خلينا نكون واضحين الان احنا امام ازمه كبيره جدا شاخت واستنفذت وظيفتها التاريخيه طبيعه الخطاب البرامج اللي عارضينها لعمليه التغيير وايضا الشخوص يعني الليله لو راجعنا وشفنا بشكل موضوعي يعني الناس اعمارها فوق ال70 سنه عايز تواجه مقاومه وعايز تواجه راهن بكل تعقيداته ايضا ده زي طبيعه الخطاب يعني الناس اللي قاعد تخوض العمل السياسي الان هي فعلا في وضع ممكن تلعب فيه دور استشاري دور توجيهي تقدم خبرتها ان تقود الناس بهذه الاغلبيه من 70 و75 و80 سنه لعمل سياسي راهن بهذا التعقيد انا اعتقد ده يعني اقرب الى التشبيه بطبيعه الخطاب قدم الخطاب وقدم العناصر اللي قاعد تخوض هذا الخطاب دي واحدة من الإشكاليات اللي مفروض نقيف أمامها المطلوب أنا في تقدير الشخصي في ختام هذا اللقاء إنه المطلوب من المثقفين ومن المهتمين الإريتريين أن يعقدوا لقاء جاد حقيقي بعيد عن هذه التنظيمات والوقوف أمام هذه التجربة وتقديم التصورات اللي من شأنها يعني تساهم لأنه كمان جزء من الأزمة حقيقة يرجع لنا إحنا ما هو أصلا طبيعة هذه التنظيمات وهذه التنظيمات ووجودها بهذه الحالة بيعكس حالة الضعف المجتمعي الموجود لو كان في مجتمع قوي مجتمع متماسك مجتمع يفكر حقيقة في مستقبل هذا البلد كان حيكون عامل بتاع التقوية وعامل بتاع التوجيه وعامل بتاع التغيير ولذلك علينا نحن كاريتريين بشكل عام مهتمين بمستقبل بلدنا باتجاه إصلاحه وتحقيق أمانيه مطلوب مننا للعب دور كبير جدا إنه بعيدا عن أي تحيزات
أيا كان نوعها أن نقف بشكل جاد ونقدم رؤية تساعد هذه القوى السياسية والمدنية الموجودة في الساحة أنها تتطور وتأخذ شكلها الصحيح على مستوى الشكل والمضمون. وشكرا. اوكي كابزي بارام مدمدمتا اب عبي شجر كم زلنا فلتنا نزي غزيو زحلفه بوليتيكاو ملእختي اوديدنا حدش بوليتيكاو ملእختي كانت تاتاتو يغبانا كم اون رايت بوليتيكاوي ملእختنا يكونن اريغو زلو نحناوي نذي قالسي اذن نمرح زلنا لومي دق 70 دق 80 عدمينا خوينا ابز عدمزي ويهم كوينوم وابز عدمزي اما خرتن عليتم كوينوم قربون بري نايزي مدرخزي مراحتي كخونون غزا ارسو اتي عدمي اون زي فقديو سلازي زوين مستي ارغا اتي ناي اكال ارغان وين مستي بوليتيكاو ارغان تتححيزو از كلتيو زوين كحدث زلوين قال امبار نزيك خون مهراتنان كلهم لهقاناتنان كبيد مصنعتي ناي زخنتات زتصميدوم مصنعتي اكايدوم مفتحي مواصئون ناي زلنايو هموت كقربو كيخلو اللوم اذا دخامزي زرع زلو دخامزي وين راي نايزوم كنت اقسم زصنحنا دخام يكوننكم وين نايت حبرتسب دخامي سلازي نحنا كم حبرتسب دقافي وزخون حسا زبلنايون نزي خنتات زي نفتح زخئل وين عبي دقف بدقافي رؤيتو بمقرابن نزي كنتات زي تخاتاتي الكان تحقاقيس كان اب حيال قونن اب حيال ناي قالسي كنتات ناي مسغارون وين كابتي حبرتسب زلبون ايو سلازي اذا كله تدقاقيفو نذي لو تزي كمس وازي لو تزي كتاتاتو علو ابتي نكايدو زلنا قالسي يعني ابزي ودي اللخو اختتمت هنا استاذ ابراهيم؟ نعم أنا خلصت لأنه ايوه انت خلصت. ايوه يعني. اذا عقباي ابتي ناي حتون ملسن كن اتوينا سلازي عدلات اندهافكا وي كيديخا وي توم زلهم كلكم تحبابيركم يتلعيلوا سلازي قدمي اوكي انا حدا فرق ساعات زخون الله هني سلازي اذا فرق ساعات مساخم كله كجزيه نخين بلع دكتور تاديوس نباخا عقباي كنت عقباي وي مع الشوق تقبلت من دار نايت غزا الله اوكي يا مجمريا يغني لنا نقول لكم سلام عز لكم الاستاذ ابراهيم احمد كشاي دما نتدقبر كاي مدري نامسكون كخاي قلنا انا انتي حسبني يري تابزنا ذكا مدري مسمع هوسي نت كل تبلوزنا برك ارغومنتيشن كونترا ارغومنتيشن علني جين كم جرنا كان ماسي نخيلن جين بحفش شو ناي اتو ابراهيم حمدان ناتو باك جراوند تتنقرونا نيركم سبون يا مخنياتو افتو مدار ناتو سي نحنا بدحري ورحي خمس نبر لنا غيري يقول صاني رتو قداينو سلازي كما بتقال سزلنا ناتنا رديت هلنا سدما كومبليت لغافتناتو خستاي خونا يكلني سلازي زياتنا زي اوكي دكتور تاديوس انت حتون تلو طبقيو ابراهيم ابزي بايتا نايز قالسي درجه عدمه نايتي قالسي ابناي منقساسات تمهارو يكون كموين اب سلفت اب ودبات ايرترا يكون ابتين برتاو قالس تخبره نعو غاشا ايكون سلازي تحطو جن انت دا حطو زي اللي خوينو تحر تيريتو اني فتصوم مالت نعوت صاراري وي حسابي زل النسبه لكايو حساب تقرب يخيليو
تكون سمعته أستاذ بالاضافه انه باحث يا استاذ قرمي، بالاضافه انه باحث، هذا هو باحث. أوكي أوكي. أنا سمعته وده كويس جدا. أنا سعيد بالكلام اللي قاله، إنه يكون في خلاف. الطبيعي إنه يكون في خلاف، الما طبيعي يكون في تطابق. ما فيش تطابق، هو عنده رؤية وده عنده رؤية. كيف ممكن نصل لتصور مشترك؟ هو ده المطلوب الآن، مش المطلوب إنه حد يقول له والله أنت كلامك كله 100% صحيح، ولا يكون في خلل. فهو رؤيته ممكن يقدمها في لقاء آخر، وتعدد هذه الآراء اللي حيطلعنا بتصور مشترك. فللي مهلاو صبوا يعني وين كابت زدقفوية 100 مستناتي حسب السامة معك كهلو إلى أي صبن خون ونيبلو مخنياتو تفعلوا الرأيات اليوم بحد ناي حبار الرأيات كاب أتومي كولد زخيل سلزي تساراري ويفلو حساب انتلو يناب كونتات قريبو كزربلو يخيل يكبل يسانيحو سلازي حتى لو بقى اليوم في مع نهاية شو اسمه مش عارف، ممكن الآراء ممكن تجي إذا كان في زمن. أستاذ إسماعيل تفضل. ممكن قرماي فرصة ادونا. أستاذ علي شوم دحري إسماعيل هبوخا يدو حفظ أوكي. عقباي هذا الله هو عقباي دلو. أنا أقول فويني أستاذ علي. يلا تفضل علي، تفضل أستاذ أمباسادر. شكرا، جزاكم علي الله محمد صالح تفضل. شكرا، أعطيتونا هذه الفرصة. فعلا أنا تابعت الحوار، وابننا إبراهيم بارك الله فيه ما قصر، ورؤيا كانت واضحة، وما شاء الله من شبابنا القلال اللي عندهم نشاط ويشترك في عدة المؤتمرات. يعني صحيح زي ما قال، المشكلة الأزمة بتاعتنا عدم وحدتنا، وما عندنا رؤية محددة يعني، وعدم تماسكنا ووحدتنا هي اللي طولت من عمر النظام. يعني ودامت الهدف هو إسقاط النظام، يعني إيش هو الخلاف؟ يعني في إيش نختلف؟ الواحد ما قادر يفهم. يعني صحيح أي واحد عنده طموح عشان يبقى قائد ومسؤول وكل، لكن أنت توجد الشيء عشان تحقق طموحاتك يعني. وعليه زي ما قال ابننا إبراهيم، ندعو الشباب عشان يعملوا في إطار واحد ومع بعض. أنا بس أختلف معه في المثل بتاع الناس اللي عمرهم 70، أنا تقريبا فوق 70 يعني. في ظل غياب الشباب صراحة اهتماماتهم بقت ضعيفة جدا يعني، ولذا الكبار ديل مجبورين يعني على الأقل عشان يأكدوا المسيرة يعني. وأنا أشكر ابننا وأشكر الغرفة، وشكرا والسلام عليكم. أوكي. يغني اللي ودنا إبراهيم نصور رئيتون أقربو زي متسارنان بحبار زي مستحرنان كم نصور رئيتو زي مهلاون نزي حجي زلنا يكونتات زي بتكن رئيتو زي مهلاون زغربو مسؤول صبوق أقربوه هلو تسقمنا دما إيو أبتي ناي زوم عدمة دفئهم على زبال كايو جن أبو قرب من إسياتنا كم تزدله أب تموسع زي مهلاون كم تزدله ون نتي حلاف النت يوسدوه سلا زي لو تجديدهم يوم زوم لومي دك 7 زي كنا دك 8 كنا لنا خم بعد أنا سلزي بكرات ناي تي من سينان و دليتاتو ناي كالق ناي مخانون زمصو ولو أبزي درجة عدمة بس يحكان كل خار مقصال انت زي كوينو كالق زمصو أي كوننتي ناي مقصال يغني لنا كاتسولو يزبل زلو. أستاذ علي محمد صالح شكرا. تفضل إسماعيل علي. شكرا يا جرماي. شكرا يا إبراهيم. طبعا سرد ممتاز يعني.
وبنفس الدرجة الترجمة برضو ممتازة يعني. وأنا ك... ك... أنا كشخص يعني بتفق تقريبا مع ما تفضل به أخونا إبراهيم. يعني ما في يعني بالنسبة لي يعني كإسماعيل قاعد أتكلم أنا، وممكن أنا وهو نفس التجربة يعني في الساحة. طبعا كل واحد عنده رؤيته، عنده زوايا يشوف فيها الراهن، يعني الراهن في عهد الدولة وفي عهد الثورة، يعني الاثنين يعني. بس أنا عندي بس كحل يعني كحل اللي أقترحه يعني ممكن النخبة يعني تكون يعني بعيدة من التنظيمات، يعني التنظيمات اللي طبعا يعني بطريقة أو بأخرى كما شرح يعني داخلة في مرحلة العجز، يعني في مرحلة العجز، وما قادرة يعني تقوم بتقييم تقييم موضوعي للظروف، وبعدين يعني طلوع برؤية رؤية يعني تكون حد أدنى يعني تشمل المعارضة يعني. ولكن يعني أنا عندي سؤال هنا يا إبراهيم. يعني طبعا هذا التصور هذا اللي تفضلت به، يعني تأملت عليه، يعني ممكن فكرت فيه كثير يعني. لكن مين هي هسه النخبة دي اللي ممكن ينات عليها يعني تقييم أو كمان حوار بينها وتقييم وتطلع بثقة أو كمان برؤية معينة؟ يعني مين هي هذه النخبة يعني؟ فما برضو النخبة يعني يعني قاعد تمر كمان بنفس الشيء، اللي بنفس العيوب اللي نتهم بها المعارضة ذاتها، يعني سواء كان حركات أو كمان يعني تنظيمات يعني. هي ما بريئة، يعني ما عندها يعني أسس أو ما عندها ميزة يعني تقوم بهذا التصور هذا اللي أنت عاوز يعني تنوت عليها يعني، أو كمان يعني تنتظر منها يعني. يعني هل عندك مثلا فكرة يعني كيف تنظم، أو كم من هي هذه النخبة يعني؟ وشكرا. اوكي، ممكن السؤال أنا عليك حق الزكاة، اوكي اوكي حق الزكاة يعني قرمها شوية. اوكي أنا زبلون اللي هو مجمريا يعني حونا إبراهيم يلوزلو أنا كم إسماعيل ويك أنا كم ولك أي ده ركوينهم ميتي سامع يعني. طبعا يعني نسو أنا كلها أنا دكي حدا تمكروين يعني. سلزي كن كله بب قرنعوه بب زلو خنتات يونتي خنتات زريو يعني. فحج بقى يعني بحثيرو أنا حطو ديلي بسوغان انتايو يعني خالي مقدتاتي يعني سرح سلزيل دي حجي بقى خابي ذن ودبات يكونوا ولا منقصات يكونوا ولا تصدق أبايتا زلو بوليتيكاوي تحسطات يمكن تاتن كوصائي يعني اللي هي كان إريتراويان سي كوفي لوم ريوم مزينوم يعني حدا جنجام وسيدوم سي فنوسيت حدا نقول له حبابر حدا حبابر الرأي حيزوم نخموسيز الحج بقى أنا حتى دليل له طبعا نسو زخبل كله حسيب له هون الله يعني ما لسه كان كونكلوجين تحت زخله ضرب زخله مدري يعني سي حسيب له هون الله كم 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 يعني كم حل يعني، وكان كم مفتاحي له جميت وزل يعني. جينا أنا قعدت دير زله من يوم زم لهيقان نبلم زم اللهيقان كي الناس عادي يوم كابزي
ብዛዕባ ውድባት ዶ ብዛዕባ ሰልፍታት ዶ ብዛዕባ ገለ ክንሓምዮም ዝነበርና ዘለና ሓየ ኩነታት ካብኡሲ ወፃኢ ካብዚ ነፃ ዝኾኑ ልሂቃን ኤርትራውያን ኣለዉ እዮም እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደራ ወሲዶምሲ ርእዮም ገንጊሞም ብሓደ ንኩሉ ከተሓብር ዝኽእል ራእይ ንክገብሩሲ ዝኽእሉሲ መን እዮም እዚኦም ሓቲተ ዘለኹ ወዲ ኣለኹ ተንኪዩ بمعنى آخر النخبة في حد ذاتها هي غارقة في نفس الوحل. من هي هذه النخبة؟ أفتح الميكروفون أستاذ إبراهيم. لا الميكروفون مفتوح عندي. مسموع؟ مسموع دلوقتي. أيوة. طيب يعني أنا أولا ما في حاجة اسمها يعني أفق مغلق ومسدود وما في أمل. أنا أعتقد ده يمكن يعني قضية ما صحيحة. هذا المجتمع بكل تعقيداته وبكل الأزمات اللي قاعدين نتكلمها، أنا يمكن ذكرتها في كلامي في آخر الكلام بتاعي، قلت أزمة التنظيمات أيضا بتتبعها أزمة بتاعت المجتمع نفسه. قواه الحية هذا المجتمع ما قادرة تتفاعل مع الأحداث السياسية، وبالتالي يعني الإشكالية لا تتوقف بس عن القوى السياسية الموجودة في الساحة. إحنا كمجتمع الآن أمام تحدي كبير، تحدي وجودي فيما يتعلق بالأحلام اللي بنيناها للدولة الوطنية الإريترية وغيره، وبالتالي المطلوب هو نداء لكل الإريتريين بشكل، لما بقول مستقلين بعيدين عن الحزازات الموجودة بتاعت التنظيمات، أو حتى إذا كان في مجتمع مدني وتعقيداته بعيد منها. هناك أساتذة بتاع جامعات، هناك مثقفين مستقلين، هناك حتى في داخل التنظيمات على فكرة ناس عندهم استعداد لكي يقدموا رؤى كأفراد في الشأن الموجود. المنتديات الموجودة دي يجب أن تكون ده دورها، المنتدى بتاعت غرفة حوار مشترك، وإذا كان في غرف أخرى، وإذا كان في سمينارات أخرى من العملية بتاعت التفاعل دي، وضع أجندة حقيقية صحيحة، وضع المسألة في سياق الصحيح، إنه إحنا أمام تحدي وده الواقع بتاعتنا. ما عملنا قراءة نقدية للتجربة بتاعتنا بتاع 30 سنة بتاعت المعارضة، وبالتالي كيف ممكن نقرأ هذه التجربة بشكل صحيح، نستخرج منها ما هو إيجابي ونبعد عنها فعلا ما هو سلبي. والقضية في جزء كبير منها أنا في تقديري هي قضية معرفية. هي احنا الآن أزمتنا في إنه نحدد الكلام اللي قاعدين نقوله، ماذا نقصد بأي كلمة نقولها في العمل السياسي. يعني أنت لما تتكلم تعرف يعني ما فيش مفردة بتدي كل المعاني اللي أنت عايزها. لذلك هذه الدقة في استخدام المفاهيم، الدقة النقدية في تقييم التجربة بتاعت 30 سنة، قراءة حقيقية للتحولات اللي حصلت في المجتمع الإريتري دي في الداخل والخارج، قراءة في التحولات اللي قاعد تحصل في المحيط الإقليمي بتاعتنا والتغيرات في السياسة الدولية. ده كله حيؤدي بينا للخروج بمصفوفة معقولة تنسجم مع الواقع وتستجيب له، وممكن نخطو خطوة إلى الأمام نحن ومعارضتنا الآن المجتمع ونخبه والمعارضة بكل أشكالها. كلنا احنا أمام أزمة، ولذلك أنا أعتقد يعني صب المشكلة كلها في التنظيمات وإبعاد الفواعل الأخرى عن تحمل مسؤولياتها، ده جزء من المشكلة. الأزمة أكبر من أنه تكون فقط أزمة تنظيمات سياسية. أنا أعتقد كلنا بحاجة لإعادة الأمور إلى سياق الصحيح، ودي بتحتاج إلى قدرات وإلى معارف، والمجتمع الإريتري بالشتات بتاعه وفي الداخل أنا أعتقد موجود، والناس تبني على الموجود دي لإحداث التغيير. اوكي عصو نحسي وي عصو ستايلن حبرتسبنا خنبلون كلنا كل حبرتسبنا نايت حبرتسب لهيكانن እቶም ውድባትን እዚ ኩሉ ኢና ክንወስዶ ዘለና። ንሕና ቀዳይ ነገር ከም ዝተፈላለዩ ምሁራን ይኹኑ ልሂቃን ከምኡ እውን አካደሚያውያን እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ዓብይ ሽግር ምህላውና ቅድም ከነቐምጥ ኣሎና ኩላቶም ድማ ነዚ መዋፅኦ ከይፈጥሩ ክፅዕሩ ኣለዎም። ዋላዊን እቶም ኣብ ውሽጢ እቶም ውድባት ዘለዎ ካድራትን ከይተረፉ እምበኣር ሎሚ ንድሕሪት ቁልሕ ኢልና ኣብዚ ናይ 30 ዓመት ዝኸድናዮ ንዕኡ ኣወንታዊ ወይ ነቐፈታዊ ግምገማ
كنكايدلو لنا إذا خنبلن كلنا ولا وين إذا زلنا منبرات زتفعل منبرات قديو كصاوت خلال له حدا كابو زي زتنا حبراون حتى لو قال أطوينا بزح بوتاتات قال زتفعل له مدرخات منبرات الله إذا أتوم قديهم كصاوتوا اللهم عاد تمجمار نايز قدام الصوات كا ناي 3 عامت تمكرو مجمجامن وين كله تملو سنقالن زيتات وين كله زم حلال فو من اختصلوا زلوا كله ككم ترجموا انتاي مالتي الكات تصنيعوا تزهبوا ترجم وين تفليتوا بخمسة أجبا تي مواصق فتر زلوا عصو زخوانه نجر يلن بحلايه سلازي راي بارتم كلهم ابزخ سرحو زلوا حبرتسبن مهراتون لهيقاناتون ودباتون ازياتهم كلهم يوم بحبار نزي نجرات زي كلهم قد قديهم كصاوتو زلوا ابزي قداي زي اوكي انا امير الله لخون تاومو امير الله رغباي وامينو اوكي خلاص الله ده اوكي انا هجا بك حنت دقيقه كمان حليف له يصبينو سلازلو كي ستايك بلي حيكون معنا امير في الترجمه ان شاء الله. النات حباب امينو ستايك بلو شكرا استاذ ابراهيم ويغني لنا نجازا التفي لم لسخون صبغ مشيت. شكرا لك. شكرا. اوكي استاذ امير بالمره برضو لا تنسى انك تساعدنا في الترجمه ان شاء الله. تفضل استاذ امير. مساء الخيرات. شكرا استاذ امين وشكرا استاذ قرماي وشكرا لكل الحضور وشكرا للضيف ايضا. واتمنى كمان هحاول انه بعد الاسئله ممكن اترجمها بالتقريبنا. لكن قبل الترجمه ممكن هدخل في سؤالي اذا سمحت لي استاذ امين. تفضل حي. اوكي. اولا شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، ندوه مفيده و يعني بعتقد انه في ما طرحته في ندوتك هذه تقريبا كل الاحزاب السياسيه بعتقد انه تتفق على هذه الرؤيه. اذا رجعنا لورا شويه في الاحزاب السياسيه او في التحالفات اللي ذكرتها في تنظيمات في الاحزاب السياسيه، كانت طروحات كثيرة كانت موجودة، من ضمنها تقييم نفسها ومواجهة كيف ممكن تنادل في المستقبل. ممكن هذه التغيرات أو كمان التقييم الحصل ممكن كانت في أحزاب منفردة، ما كانت رؤية جامعة لكل التنظيمات السياسية وكمان الأحزاب السياسية. من ضمنها أنه تحولت أحزاب كثيرة إنه من التنظيمات السياسية للأحزاب السياسية وقيمت نفسها وخرجت من مسألة حركة التحرر. لكن ما توفقت أيضا. إذا ذكرنا أيضا أحزاب كثيرة يعني أكثر من التنظيمات في الساحة الموجودة حتى هي ساحات أحزاب سياسية موجودة الوليدة في المرحلة المتأخرة وكذا. من ضمن الأحزاب كانت أحزاب أو كمان تنظيمات سياسية تحولت على الأحزاب السياسية. هل ما تعتقد أنه ده السؤال هنا؟ هل ما تعتقد هذه التحولات اللي حصلت في هذه التنظيمات هي من ضمن التغيير في التفكير في نفسها الأحزاب السياسية؟ هذا السؤال الأول. وأيضا في حلولك طرحت للنخب مثلا الحلول والمساندة. أستاذ إبراهيم، أنت شخص من النخب وموجود في الساحة،
كمنادل كناشط موجود، وجود او كمان خلق مثلا انت على حسب علمي واكيد تقريبا كمان كنت في من المؤسسين او كمان عضو في رابطة ابناء المخفضات. اذا تكلمنا في ازمات السياسية الحزبية الموجودة، اذا شفنا في المعارضة، هل تعتقد انه هذا هو كمان التطرفات او كمان هذه كمان النخب ساهمت في أزمة الحالية اللي تعيش فيها الأحزاب السياسية؟ وشكرا، إن شاء الله تكون السؤال واضح. نالبت أفتي مترجم خير دي أمينة أو كل يا ترجم ما كله هو سلامات نقولاتكم أنا حطوناتي بزعبا أفتي مجلس تاتو هو تسمح أستاذ إبراهيم حدا كفتي ናይ መቀየሮ ዘሎ ክህሉ ኣለዎ ገለ ዝብል ንሱ ከዓ እዚአን ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ከዓ ውድባት ዘለዋ ምዚ ሓሳብ እዚ ወይ ከዓ ዝጋራጮ ይኮነን ማለት ከዓ እዚ ርእቶ እዚ ሰማማዕሉ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብኡ እንድሕር ርኢና እንድሕር ትምልስ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ ካብ ምሕዝነታት ሒዝካ ስጋብ ሕጂ ዘለናዮ ብዙሕ ሕቶታት ወርድ ነይሩ ወይ ከዓ ርእቶታት ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ካብቲ ናይ ውድባዊ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ዝኾነ ውድባት ናይ ምቕያር ዝገበራ ኣለዋ ማለት እዩ። ወላ ብሓባር መፅናዕቲ ገይረን ብሓባር ናይ ተቐየሮ ዋላ እንድሕር ዘይብለን በብውድባተን ዝተቐየራሉ ነዚ ከም ዘሎ ርእዩ ሎሚ ክንርኢ ከለና ከዓ ካብቲአን ውድባት ንብለን ካብቲአን ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ከዓ ሰልፍታት ንብለን ይበዝሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ክንሪኦም ከለና። እዚ ኸ ሓደ ናይ ተቐየሮ ኸይሩ ኣይትሪኦን ዲኻ ትብል ሕቶ እያ። እቲኣ ካልአይቲ ምናልባት ብውልቁ ንኡስታዝ ኢብራሂም ዝሓተትኮ ንሱ ሓደ ኣክቲቭ ዝኾነ ተቃላሳይ ኣብዚ ዘሎ እዩ። እቲ ከም ፍታሕ ኢሉ ኣቕሪቦ ዘሎ እቲኦም ምሁራት ይኹኑ ዋላ ክኢላታት ክብሎም ዝፀንሐ ካብኦም ሓደ ከም ምዃኑ ኩሉ ዝምስክረሉ እዩ ማለት እዩ። ንባዕልኻ ኣብቲ ናይ ምትእስሳር ናይ መታሕታዊ ዝብል ምንቅስቃስ ኣብኡ ከም ዝነበርካ ይፈልጥ ነይረ ወይ ከዓ ንፈልጥ። እዚ ኸ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ክንብሎ ኣይንኽእልን ዲና ኣብቲ ድኽመታት ናይ ውድባት ዘሎ ትብል ሕቶ እያ ነይራ። إن شاء الله تكون وضحت يعني. شكرا جزيلا، وأتمنى كمان الأستاذ إبراهيم وأنا ما زي الأستاذ قرماي إنه بليغ في ترجمة ممكن في الوسط ممكن حادخل في مداخلتك. وشكرا. تفضل أستاذ إبراهيم. طيب، هو حقيقة يعني أشكر الأخ وأسئلته واضحة جدا بالنسبة لي. إذا فهمتها، إذا في أي شيء بعد كده ممكن هو يصوب فهمي. فيما يتعلق التحول لبعض القوى السياسية إلى أحزاب، أنا بعتبرها يعني تحول إيجابي ونقطة يعني كتير كويسة، لأنه الأحزاب بطبيعتها خطابها مختلف، تركيبتها التنظيمية مختلفة، أدواتها مختلفة، وبالتالي إذا حصل هذا التغير على مستوى تغيير اسم وبس تبقى مشكلة كبيرة. لكن إذا كان في مفهوم حقيقي لمفهوم الحزب، وبالتالي تصوراته كلها اختلفت من الحالة اللي كان فيها إلى حالة يعني تتناسب، وطبيعة التسمية دي زي مثلا التركيز على العمل الجماهيري، التركيز على القضايا بتاعت التنوير، القضية يعني التركيز على المجتمع في أحداث التغيير، ويقدم خطاب من شأنه يساعد على هذه العملية بالاستناد على يعني الخطاب هو اللي ينتصر، الخطاب هو الكبير، مش التنظيم بحجمه ولا بإمكانه. لا، ماذا تطرح أنت؟ أنا أعتقد الحزب ممكن يكون إضافة كبيرة. وفكرة الأحزاب انتقال التنظيمات دي من حركات لتسمية بتاعت جبهات لتسمية بتاعت التسميات الأخرى اللي عندها مدلولات بالمعنى النوعي تختلف عن فكرة الحزب. أنا أعتقد ده تحول كويس. المطلوب أنه يكون يعني يتجاوز التغيير فكرة الاسم،
الى المضمون والمحتوى بتاعت الفكر بتاعت الحزب المطروحه. دي حاجه يمكن فيما يتعلق بالسؤال الاول. فيما يتعلق بالرابطه انه هي جزء من الازمه ولا هي جزء من الحل، انا اعتقد ما فيش حد يملك الحقيقه. هناك اطروحات موجوده على الساحه، وزي ما ذكرت انا في الندوه بتاعتي قلت الان ال 30 سنه دي افرزوا حاجات كثيره، ابعاد تتعلق بقضايا بتاعتنا، مكونات، ابعاد تتعلق برضو ايضا بشكل او باخر في ظلال للموضوع بتاعت الاسلامي وغير اسلامي. في اشكال كثيره 30 سنه دي ظهرت فيها كثير من اشياء. دي واحده من التحديات اللي قاعد تواجهنا. المطلوب هو ايه؟ المطلوب انه الجلوس والبحث مش عن وحده متطابقه، انما تعدد الرؤى الموجود ده كيف ممكن نخلق منه قاسم مشترك حقيقي. يعني المعرفة بتاعت الاختلافات دي ذات حاجة إيجابية، إنه الناس مختلفة في إيه دي خطوة، الناس متفقة في إيه دي خطوة تانية. العمل فيما هو متفق عليه على أسس واضحة، ما يكون في تناقض. يعني ما ممكن تكون الحالة بتاعت المقاومة دي سمك لبن تمر هندي حاجة كده مخلوق، لا، ده ما بيعطينا من انه يعني انه ما في خلاف. لا، في الخلاف موجود. الاول الاختلاف موجود، انه دي رؤيته كذا ودول رؤيتهم كذا ودول رؤيتهم كذا. ما هي الرؤى اللي تعمل عمل قاسم مشترك وتوصلنا على الأقل لما هو متفق عليه، تغيير هذا النظام والاتيان بحاجة بتاعت حوار مجتمعي كبير جدا لإحداث ما هو ثابت نبني عليه في بناء الدولة بتاعتنا. ده الموجود. أنا طرح الرابطة وطرح الطروحات بتاعت التنظيمات الموجودة، الحركات الموجودة الشبابية، كل دي طروحات موجودة. حد يقول لك والله يا اخي الصح هو ده وما عداه ما فيش صحيح، ده كلام اعتقد يعني لا ما هواش علمي وغير صحيح. احنا مش خارج الازمه، احنا جزء من الازمه، ولذلك المطلوب هو البحث عن ما هو مشترك لكل الرؤى. اولا ذات يكون في اختلاف حقيقي ويكون ونعرف انه ده مختلف مع ده على ايه. انا قبل كده قبل فتره كنت براجع في البرامج بتاعت التنظيمات، يكاد يكون تعرف المفردات اللي فيها واحده، كلها مكونه من حاجه بتاع 22 صفحه. البرنامج السياسي اللي عملته جبهه التحرير في 75 مع تحويرات شكليه بسيطه جدا. الان اذا في تحول باتجاه الاحزاب وفي قراءه جديده ممكن تكون موجوده وممكن تكون مساهمه وممكن تكون جزء من امكانيات الافق باتجاه الحل الصحيح لقدام. هذا شيء طبيعي. انا ما اعرف اذا كان جاوبت على الاستاذ واذا كان في اي تساؤل يعني ممكن اوضحه اكثر فيما يتعلق بالسؤال الفات. شكرا. هو حيترجم ان شاء الله في نفس الوقت اذا يبغى يوضح شيء الفرصه صحيح. حيكون له. صحيح. تفضل استاذ امير. اوكي، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، اكيد واضحه. افتي حتو زنبره ملس زنبره خب استاذ ابراهيم هو ابزي كريون كلنا ناي مغيارات كفتي بوليتيكا ودبات نب بوليتيكاوي بارتسات ناي مغيار زي نريو لنا زي صبغيو مغيار ترى يكونن بشم مغيار يكونن تي أجاباب كلالسا نخلو زساتفن ويكا حد فلوت زخون ناي ايديولوجيا رايا زلو ناي بارتسات كوينكا ناي مغرب زي حديو نتي تفلالي زلو ويكا زبل زلو او افتي تقربو زلا يتحطو بشيم تراي ناي مغيار يكونن تي ناي مغيار زبل بوليتيكا ودبات مغيار زبل سي زي حدا كافتي صبوق زبلوه زي تي ناي تي قدامي تحطو زنبرة تبكالي تحطو هو تفلالي تبقسطات تفلالي نجارات أرلو أبز خنريهم كلنا خا حدا تي ناي متأسسار ناي رابطة أو كمان رابطة المخفضات زبل زي ولا ناي من سيات زبل بزح نريئينا مالتي أبزي فلليات كم زلنا نفلتنا تي حطو ومو خمو عينة مهلاو كي أفتي تساقمات تارا لودو يلن زبل ምናልባት ክህሉ ክእል ዘይህልወሉ ክእል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ላኪን ከም እቲ ቀንዲ እተን ውድባት ንገዛእ ርእሰን
ولا ناي 75 ناي جبهة كنريون زنبرة بروجرام أفتي ناي بزحات ودبات إسران كلتن زخون ودبات أفتي بولوتيكاو بروجرام كريين كله بزح في اللي زلوا يكونن كفتي ناي 75 بجبهة زنبرة እዚ ናይ ምቕያር ብሽም ጥራይ ክኾን ኣይብሉን ናይቲ ኩሉ ሓበራዊ ዝኾነ ተፈላለየ ዘሎ ፀውዒታት ወይ ከዓ እቲ ፍልልያት ዘሎ ንዕኡ ኣብ ካብ ምቕራብ ታራ ክፃወታሉ ዝኽእላ መግለፂታት ክወሃበሉ ክኽእል ኣሎ ትብል እያ ምትን ሽክራን ጀዚላ ኡስታዝ ኢብራሂም شكرا. عقبة تسمعن لها؟ سمعك الله امينو. اوكي جو اهيد حزة سخيل. قتل لي تقتله. نو بروبلم انا شوية ما نشتي يسرح له. اوكي شكرا. اوكي كبر حاو كمال نبخا كبر حاو. مرحبا سلام نقول له. مرحبا كمان. سلام نقاشنا إبراهيم حامد. أنا خبزي مقلتي زرد أزله إتي حمكتنا نتي ودكتنا نيتقاوم ونحب قالو زنبرنا صندوق درجة مخفاتين عن خيد لنا وين يرأيني تقول له تمكرتاتنا نرد أينا قبل حد نت حيلتات إرتراك كسب هجراوي محزنات كسب هجراوي كيدان كسب بايتو إذا حج زلو أكايدا قرب عنك فاتات زلو خوينو إذا قول له ممتي زلو قداي بقالو قداي الزمتي حجي نزي بدايات دغمتاتنا قرب قليسنا اعتقاقات تقبروين بقمة تأتينا قمت محداس كنقبرا لنا نولو زلنا ندحر كوينو نابتقال سنة حقزنا زخيل أقبابات تتقمنا زحاشي ويبل نسوق أبتينا يتقاومو دنبي كودبات يخون ولا كسول كسبات بسلسة قديات النحر زي أمنو خينهم مسؤوم كتسرح وي مسؤوم كتزارار بيلكا مفتانو دارقا خون تخويني سمعني مخنياتو إتي إرتراوي تقوامي ودبخون والكسب عند حرد أبلو لو نتنا إرترا أب مقلاي ديكتاتور أب مقلاي ديكتاتور دما وطائي أعدو متأتاو زي بولو زأمن يندحريلنا نوتما وش أتيم كتعنا فينا زخولو نقدبو مالنا دو يمسلكات بلاد حانت عتي كالايت مسان اشتكا أتم بأمنت ببيهر بغبابي توديبوم زلو إذا أمكنتي نايتقاومو قسقسا وين قسقسو زلنا قالسس انكفات دو أيكونون يوم يا يغني اللي ودير لهم بنتبوق سالم أمير اوكي حاولنا كمان حطوها سمت رشتاتي بدوها تازبال كاسكن سابرها بالله زيادة طبق يختلف يا قداميتي نتبي إتي تقاوم تخول كسبات يكون ولا كابود دبات كن أمنوا له زلنا أتوما بزق على تزخاتهم كقالوا سني الكاتر لازبوا ممسخات أتوم أبسلس سنة بز أمن خون اللهم حنتي الأولى ونت هجر إيرترا مقلاي ديكتاتور متتاونا وصع زي بلو كغلايت نتويكا أتوم بأمنت يكون وي ببيهر وي بخباب توديبهم زلو نزيني حد النت تقاوم انكفات دو يخون يلون يا ثانك يو اوكي ثانك يو شكرا جزيلا استاذ كمال واستاذ كمال يسأل سؤاله في مداخلته اول شيء مساء الخير والندوة هذه مفيدة واشوف انه خطوة ممكن تعطي الامل للمستقبل لانه بخطاب جديد وبخطاب وهذا نخرج من دائرة الضعف الموجودة فيها كمعارضة وهذا شوفه جيد ولكن سؤالي هو بعد الأشخاص المتواجدين أو كمان الأحزاب السياسية
تكون كأفراد كأحزاب إذا تؤمن بالسيادة الوطنية والديمقراطية والتعددية وإسقاط النظام، تكون من هذا هو المنطلق. إذا كانت في بعض الأفراد خارج من هذا ممكن تكون إعاقة أو كمان تزيد الأزمات في داخل أحزاب أو كمان في المعارضة الإريترية. هل تشوفها هكذا؟ هذا هو السؤال الأول على ما أعتقد. إضافة على ذلك النقطة الثالثة هي عدم تدخل القوات الأجنبية في تغيير النظام في إريتريا. وضحت. دي هي الأسئلة. والسؤال الثاني ماذا كان؟ أنت مع عربي كمان. أنا مفهوم عندي، لو إلا للجمهور ما أعرفش، لكن مضمون الكلام مفهوم عندي. أوكي. طيب، فيما يتعلق بالسؤال الأول أنا أعتقد كثير مهم وجوهري وأساسي جدا. لا معلش يا إبراهيم، لازم ترجمة عشان في قاعد يطلع برا عشان كده يعني. تفضل. النقطة الثانية هي التنظيمات التنظيمات الجهوية والتنظيمات اللي عندها مطالب يعني أقل من المطلب العام، هل هي عامل سلبي أم عامل إيجابي؟ بس شكرا. وقضية التدخل الأجنبي والقضية بتاعت الإيمان بالثوابت اللي ذكرتها، هي دي الأسئلة بتاعتك. طيب، فيما يتعلق بالسؤال الأول أنا أعتقد ده السؤال جوهري. هو السؤال كالآتي: إذا كان فعلا يعني يبقى في إشكالية كبيرة إذا كان ما في إيمان بالقضية بتاعت السيادة الوطنية الإريترية فيما يتعلق بجغرافية هذه الأرض وشعب هذه الأرض ومستقبل هذه الأرض بشعبها، اللي يتعلق بحقوقه كمفردة من وحدة العلاقات الدولية كدولة إريترية. إذا كان ما في الإيمان بده أنا أعتقد دي مشكلة كبيرة جدا، ودي يجب أن تخضع للحوار. يعني ما هو دي نتيجة بتاعت أزمات خلت أسئلة من نوع زي دي بديهي يبقى موضع سؤال. فيما يتعلق بالسؤال الأول دي محاولة الإيمان بالسيادة. أستاذ إبراهيم خلينا نجاوب السؤال الأول عشان يكون سريع في نفس الوقت. هم 3 أفرع. يلا فضل. طيب، هو إذا حتى زي قداسي زخون حتيو إذا حتى زي بلو لو إن تحجر زي مخبارن تفل اللي زي مخبار زيتات حدا كافتي كندي عن قافتات خون كم زخل زي رديو نزي زي من حركينو تي قندي تي ويكات تصقمات زيادة كله له زخل عنقفات كله 5 زخل زرديو قداس حتى خليت خنكيد. الجزء الثاني اللي هو يتعلق بانه هل الاطروحات اللي تطرح جزء من مشاكل جزء من المجتمع الإريتري في هذه اللحظة هل ممكن تكون إضافة أم تكون عبء على عملية التغيير؟ إذا فهمت السؤال كده، أنا أعتقد يعني ليس المشكلة فيما تطرحه القوى، سواء كانت منظمة على خطاب عام أو على خطاب يتعلق بمصالحها في داخل المكون الإريتري. المفروض والأساسي هو في ظل إيمانه بالدولة الوطنية الإريترية وبتاريخها وبحاضرها وبأهمية مستقبلها، إذا كان مطروح في داخل هذا الفهم العام الأساسي دون الخروج من هذا العنوان الكبير، أنا أعتقد ما هياش مشكلة كبيرة جدا، لأنه ممكن تتحل مشكلات الأطروحات الفرعية دي في ظل الطرح العام. أنها تكون موجودة ولا تكون تطرح فيما بعد دي قضية ثانية، دي قضية الأطراف المسؤولة من ده عشان كده أنا بقول خلونا نبحث عن ما هو مشترك. في قضية مثلا بتعني طرف معين هي قضية بتاع مستقبل وتبقى قضية خلاف. يعني القضية المشترك عليها هو الإيمان بوحدة إريتريا أرضا وشعبا، الإيمان بأنه هناك ديكتاتور يجب أن يذهب يعني ويتنحى ويبعد بسلطة الجماهير من هذا الموقع للإتيان بنظام يعبر عن الإريتريين. هذه قضية أساسية جدا. كل القضايا اللي تؤدي لهذا التغيير أنا أعتقد متفق عليها. القضايا التفصيلية لكل طرف من الأطراف سواء كان خطابه خطاب وطني عام أو خطاب في داخل الدولة الوطنية يعكس عن هموم ومشكلات داخلية، يبقى ده جزء من عملية البروسيس اللي قدام ممكن نحلها.
في حاجة ثالثة ودي مهمة جدا، أهم من الاثنين. السؤال أنا في تقديري الشخصي، هل نحن على استعداد لمناقشة قضية حيوية واستراتيجية بالنسبة لي أنا شخصيا؟ إنه ما هي حدود التغيير؟ هل من الممكن أن نقبل أو أن نتفهم أو أن نتساوق مع مفهوم أنه تدخل أجنبي يساعد على عملية التغيير؟ ده سؤال كثير جوهري مهم. أنا في تقديري ده أكبر خطر علينا كإريتريين، لأنه الحد اللي ممكن يقدم مساعدات كبيرة من أجل التغيير لا يقدمها من أجل مصلحة الإريتريين، مش في أريتريا، في أي مكان. أي قوة خارجية تتدخل للمساعدة بشكل مباشر وخاصة في الجانب العسكري هو خطر كبير جدا، يجب أن لا نقع فيه، ويجب أن نناقشه بصراحة حتى يكون في رأي واضح حول المسألة دي. التدخل الخارجي يهد البيت على الكل في تقديري الشخصي. دعاة التقدم ودعاة الاستقرار ودعاة التنمية والنظام الدكتاتوري، كل المجد اللي بنيناه ده حيكون في مهب الريح أنا في تقديري الشخصي. ولذلك دي قضية تحتاج مننا لنقاش. أنا حبيت أقول فيها رأيي بشكل شخصي، وشكرا إنه يعني طرح هذا السؤال الأخ اللي قدم الأسئلة بتاعته. شكرا أمير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا بس عندي ملاحظة إنه إحنا الآن يعني دخلنا على ساعتين. الله يخليك، فلو الأسئلة يعني مختصر لأنه أنا عندي ورق شغال عليه. الله يخليك. اوكي. والاجابه كمان اذا مختصره كمان ايضا ممكن تساعدنا في ايوه. اوكي. تي حطوت يا خلي تحطوا 5 تردات زي بهراوي يكون هيمناطاوي يكون من قصقاسات زلو اب حطوتات زلو زيتات حدا اونتاوي دي ولا الوتاوي نزل حطو يكون تسمعين زلو እዚ ኣብቲ ውሽጢ ላውነት ኣሚኑ ሕቶታቱ ክሓትት እንከሎ እዚ ሓደ ካብቲ መሰላት ገይረ ዝሪኦ እዚ ኸ ንዚ እዩ ኸ ተዓንተይ ክብሎ ፀናሕኩ እቲ ፍልልያት ዘሎ ተፈላለየ ርእቶታት ዘለና ንዚታት ኣማኺልና ክንከደሉ ንኽእል ባይታ ናይ ምህላው ብዙሕ ዘተታት ብዙሕ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ይራኣየኒ። እዚ ድሓን እቲ ዝኸፍአ ወይ ከዓ ሓደጋ ክብሎ ዝኽእል እቲ ናይ ምትእትታው ናይ ብወፃኢ ዝመፅእ እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ንሱ ሓደ ብተፈላለየ ወላ ብፖለቲካዊ ይኹን ብወተሃደራዊ ይኹን ንምቕያር ነቲ ስርዓት ክኣቱ እንከሎ እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ነቲ ኣብ ህዝብና ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ልዕላውነት ዝኸይድ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ኢሉ ዝኸይድ እዚ ተፈላለየ ክህሉ ክእል ንዚ ከዓ ንማእኸለሉ ባይታ ከዓ ክፍጠር ኣለዎ። ከም ኣወንታዊ እየ ዝሪኦ እቲ ናይ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ዝብል ናይ ተፈላለየ ወላ ብወተሃደር ወላ ብዝኾነ ዝኣቱ እዚ እዩ እቲ ዓብይ ፀገማትን ሓደጋትን ከውርድ ዝኽእል ኣብ ሕብረተሰብና ይብል። ምስኡ ከዓ ዳርጋ 2 ሰዓት ገይረ ኣለኹ እቲ ሕቶታትን እቲ ንሕር ኮይንሲ ናይ ምቆጣብ ግዜ ኣብ ግምት ተትእቱ ዝበለፀ ነይሩ ዝብል ከዓ ለዋ ገይሩ መጠነሽተ شكرا. ፅቡቅ ኣሎ። ሓፂር መልሲ ተሂቡ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። صالح علي أحمد كبرحاو نباها. شكرا. أنا ما أعرف. أول شكرا إبراهيم. أنا أتفق مع هذا الاستقراء السياسي وتحليل موضوعي فعلا يعني متوأم بالجانب الزمني، واستحسنت منهجك التاريخي تحليلا. يعني أنا أعتقد أتفق معك في كل ما ذهبت، باعتبار أنا جزء من المقاومة، وأعتقد أنه أعترف أنا جزء من هذه الأزمة. في نفس الوقت يمكن ما في تفصيل ما بين التحديات الذاتية والتحديات الموضوعية، أي بمعنى حتى العوامل الممكن نقول داخلية وعوامل خارجية. أنا ما أعرف هل تتفق. أنا ما أعود أمشي كثير، كنت يعني
أسرد أشياء ثانية، لكن خليني أدخل في سؤال محدد. يعني هل تعتقد إنه المحيط محيط الجوار بالنسبة للدول المجاورة لإريتريا، ما تعتقد إنه الأنظمة بتاعتها أنظمة متشابهة، فبالتالي يمكن ده شكل أيضا عامل من عوامل الأزمة؟ لأنه إذا كان المحيط كان ديمقراطي ما بعد التحرير، نحن أظنه كان استفدنا، وحتى فرقي ما كان حيتمادى، لأنه يعني ما كان حيشز من المحيط بتاعه. دي ناحية. الناحية الثانية أعتقد لو اتفقوا معي حتى الإخوة نحن ذاته كقوة سياسية، مسألتنا زي ما أنت قلت ما قادرين نميز بين المراحل. نحن لسه موجودين في يمكن بالعقلية بتاعت التفكير اللي قال أمير، طريقة التفكير لسه في عقلية بتاعت الثورة، يعني ما قادرين نميز بين إنه إحنا انتقلنا لمرحلة بتاعت دولة، لكن صدمنا بإنه يعني بنظام ما قدر ما كنا نتوقعه من أحلام كدولة. فبالتالي إلى الآن نحن قاعدين نغبع في عدم تمييز المراحل. كويس انت قلت أزمة، أنا أتفق. كويس قلت مقاومة، ما قلت معارضة، أنا أتفق. لكن نحن عقليتنا ما قاعد تنتقل إلى أنه دي مرحلة تغيير، قاعدين نتعامل معها وكأنه نحن في مرحلة بتاعت معارضة داخل البلد، ودي هي المشكلة الأساسية. يعني دي أزمة كبيرة جدا احنا نعاني منها. يا ريت لو الحتة دي برضو كان شبعتها في إطار يعني عدم التمييز في المراحل. يعني دي مرحلة بتاع التغيير، معناها عندها برنامج معين زي ما أنت تفضلت. مرحلة ما بعد التغيير كل التنظيمات دي ممكن تسمى أحزاب، تنظيمات يعني مرجعية بتاعت قوميات، مرجعية بتاعت دي ما بعد التغيير. يعني فالجانب ده لو كان استصحبته كان يكون يمكن أشبعت الموضوع أكثر. أيضا شكرا. شكرا صالح. أمير؟ هو اتي موتويو اتي تحفشاوي كتب له تنحكاوي ناي لو مش تستقبل مدرة ناي بحق يسمى معلوية زي اتي خجبر زلويو هذا خفت ناي تغيرات ويكا ناي مغيار زبل زي يسمى معلوية تحطو ناتي نحر رينا قراب التحقرات زلوها لساتن كي ديمقراسيين هاجرات زي مخانن تي بلوء مسلا زي مهلو ازيتات كي حدا كافتي زلنا وكناتاتنا يعني قفاتات خونا اي كلاندين تبل حتى تيا خلقيتي هو إذا ناي مغيار زبل كافتي بوليتيكاوي ودباتنا بسلفاوي زخونة ناي مغيار زبل كايو إذا منالبات نحرينا سرعات نحنا حجافتي ناي منجستي ويحجر كوينا لو زلنا ناي مغيار خون تقولوا يزلوا كوينو أوش تحجر زي مهلاون تقامت والدبات ويكا كم بوليتيكا والدبات كوينن زي مهلاون إذا عدنا زي مركبن كي نايتي مغيار زبل أقداس لهاتريو سرعات مثل قصنا شعوب من البات أفتوش تحقر نخون كي بخمسة عينت كي خطريو تخيل دوغلت بليا مسوخة تي ناي تقاومتي ويكاك تقاومتي ودبات زي كونس ولا بتقلنا بخم ياخد كون كفتي ناي مقاومة ناي معارضة بالمالتي كبوليتيكا ودبات تقاومتي خند زخونتي تي ناي هزباو تقاوم شم محبكة زي يسابع معلية زي حتوتات زي كله عنقفات كخوناي كلان دي مزلنا كناتات يتبل حتى يغربوا. شكرا. شكرا. طيب أنا حقيقة يعني أتفق مع الأخ صلاح فيما يتعلق بالكلام اللي ذكره، وأنا أكدت عليه في البداية إنه إحنا الآن بعد 30 سنة من الاستغلال
قاعدين نشتغل بصراحة بعقلية ما قبل الاستقلال، ودي مشكلة كبيرة جدا يجب أن نقف أمامها كلنا. لما أنا أقول يعني أنا عندي مشكلة بصراحة في التسمية، مقاومة، معارضة، بتاع دي بخاف منها كثير. يعني خلينا نسميها معارضة النظام بهدف تغييره إلى نظام أفضل، لأنه لو قلنا كلمة مقاومة حتستصحب معاها الفكرة بتاعت البندقية، ودي إشكالية كبيرة جدا. أنا ما بقولش إنه الناس مش من حقها، لكن نناقشها جدواها هو إيه، إلى أي درجة ممكن تكون مفيدة أو خطر علينا. يعني الجزء اللي يتعلق بالمحيط الإقليمي اللي حوالينا وطبيعته اللاديمقراطية أثرت بشكل سلبي على عملنا، وأيضا أدت إلى استمرارية النظام بتحالفه مع هذا الإقليم اللي أنظمته ما عندها علاقة بالديمقراطية. ده كلام صحيح، وخاصة فيما يتعلق بالسودان. لكن فيما يتعلق بإثيوبيا أنا في تقديري في مشكلة ثانية يجب برضو أن نقف أمامها، لأنه نحن مصادر التهديد لهذا البلد يا إما من الجنوب من إثيوبيا، يا إما من الشمال والشمال الغربي من السودان. فيما يتعلق بالسودان أنا بأكد على كلام أخي وصديقي صلاح في أنه طبيعة هذا البلد اللاديمقراطي الدكتاتوري مشكلة كبيرة عن النظام الموجود من 89 حتى الآن اللي أزاحته ثورة ديسمبر، وفي مشكلة كبيرة الآن برضو لسه عن النظام بيقاوم يعني. وبالتالي دي كانت مشكلة، كان الظرف حيكون مختلف تماما لو النظام في السودان كان شكله مختلف، كان حيساعد المعارضة الإريترية في أنها تصل أو تحقق جزء من أهدافها. الجزء اللي يتعلق بمصدر التهديد المحتمل لإريتريا كبلد في الجنوب اللي هو إثيوبيا، أنا أعتقد هناك في رؤى مختلفة جدا. الطبيعة بتاعت إنه هو نظام ديمقراطي في حد ذاته ده عامل مهم جدا، لكن في عامل أكثر أهمية في تقديري الشخصي، وهو أنه هناك تصور من قبل إقليم تيغراي للعلاقة مع إريتريا يحتاج إلى وقفة، وفي تصور إثيوبي فيما يتطلبه من طبيعة علاقة مع إريتريا ده برضو يحتاج إلى وقفة، لأنه التداخل التاريخي والوضعية بتاعت إثيوبيا كبلد بعيد عن سواحل البحر الأحمر، والقضية بتاعت الكثافة البشرية والتداخل الثقافي الموجود بين البلدين، دي كلها عوامل تحتاج مننا إحنا كمعارضة. المعارضة على فكرة أنا في تقديري الشخصي ليست مسؤوليتها في أن تصل السلطة وتمارس دورها، من الآن يجب أن يكون لها رؤى وتصورات واضحة فيما يتعلق بمستقبل البلد. زي ما السلطة بتمارس دورها بس بشكل سلبي ومؤذي، المعارضة باعتبارها تعارض ما هو سلبي يجب أن يكون لها تصورات واضحة فيما يتعلق بالمحيط الإقليمي ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي علينا. فأتفق مع الأخ صلاح فيما يتعلق بالجزئية دي، بس موضوع إثيوبيا يحتاج مننا إلى وقفة كبيرة، لأنه هذا التداخل وهذا الاشتباك التاريخي اللي كان بيننا موجود يحتاج مننا إلى إعادة صياغته كمعارضة، ويكون عندنا تصور واضح. وأنا أعتقد واحدة من الأشياء اللي علينا أن نفكر فيها بشكل جدي إنه هذا الإقليم مشكلات دوله بشكل منفصل عن الثانية حلها يبدو فيه شيء من الصعوبة، ولذلك أي شكل من أشكال الطرح اللي ممكن يحقق مصالح هذه الدول بدون أن تفقد سيادتها الوطنية، دي واحدة من القضايا اللي إحنا مفروض نفكر فيها بشكل جدي، زي كونفدرالية القرن الإفريقي، لأنه في تباين في الموارد والموقع الجيوسياسي وكثير من مصالح متداخلة بين الصومال وأريتريا وأثيوبيا وجيبوتي والسودان مثلا. أنا بقول ده مجرد التفكير، لأنه الحلول للمسألة الوطنية في هذه المنطقة بمعزل عن تصور لحل للإقليم كله، دي واحدة من التحديات اللي حتواجهنا، ولذلك علينا أن نفكر في ده بشكل كويس. وأشكر الأخ صلاح على مداخلته وعلى أسئلته. شكرا إبراهيم. أمير اعترف بالكارثة واعترف بلتين حزين المتين قداس النت وتعذبل نتجي زي معقب كمان جزء رسو هو مس حونا صلاح السمامة يعني تبلو زلخة قرابة هجرات زلوا زي ديمقراطية هجرات مهلات زي حدا كفتي انقفتات ويكا خفت زلنايو أزمة زلنايو كأو حدا خمخانو أو بملؤ يسابع معك
تين هاجرات فليز بلا نا إثيوبيا خنرين حركينا بفلا عينة كنري خنكل لنا إثيوبيا كنرين كلنا تي عندي مهددين لونتن زلوا بدبواوي خون ولا بمعرباوي زلوا سميناه معرب زلوا بزي ناي مهداد نايتي لونت نزبل زلوا بزح علو معناتيو زي ناي بحقي أتصنيعك زيادة كتزاربلو ويكا كتبلو تخيل كم مخانو إذا حدا كافتي مهددي زخونة نتي لونتنا معناتيو ولا تقاومو خبلن كله تقاوم تخلت عينة له معناتي برتاو تقاومو زبهل له تي بوليتيكاوي هزباو تقاومو زبهل له زي أنا بزيادة تي تقدمي تقاومو برتاو زبل زي مسؤول دقفاي باللين كال سعبن كمت زخيل سلزخونة تي بوليتيكاون هزباو زخونة مقوام أوية زأمن زي تي حدا انتاج تين بوليتيكا ودبات نجزا رسن تتحساسبا ناتن ناي سلطان ناي محاز تراي زي كونه دحرس نتي رأي خلونا اللون بروح زخون الرأي كمي يراخت محدادر تخل كهجر دحرتي سلطانة بهجرنا زلو زبلي مالتي كوينو تتسجمات بتخوينو بأفتكرنا أفريقيا زلو تسجمات بزح تسجمات كم زلو يري إذا لكن نيمت أي رأي مالتيو تي كونفدريشن زبل ويكا جل زبل إزتات نخولو بمنغو السودان إثيوبيا جل جيبوتي بسلام زخونة ناي ربحاتات ناي كلن هجرات بخبر نايتي مسكبر لونت زلو نزير إخا زخيت كهولو لو إذا أمت رأيي بزا عينت سلام أفت خبابي كهولو خل إزي خاتي كندي بس إذا خا عبي نجار سنزخنة بزح تطوخن بلولخن كلالنا زيادة هم ناي مبال بايتا ناي مفتار زدلي نجاراتي مستزبولو حونا زغربو حتى مسؤول يسمع معي تبلنا لزيادة بلسي و thank you. شكرا قتلوا حاو حسن شو خير تخون حسن كبر حاو لا شكرا أخوكم مساء الخير. شكرا اوكي كيف الحال؟ أولا شكر لغرفة حوار الوعي المشترك وشكرا للحضور وأيضا الشكر للأخ إبراهيم كبوشي. أولا أنا حضرت تقريبا في جزء كبير من المحاضرة، ما حضرت من البداية، فبناء على هذه المحاضرة هذا الجزء اللي حضرته أنا أطرح أسئلتي. أولا أتفق معك أخ إبراهيم 100% إنه إحنا قاعدين نتعامل مع قضية متحركة بقوانين ثابتة وده طبعا ما حيوصلنا لأي مكان، وما بين الواقع وما بين ما في أذهاننا اللي هي القضية في فقرة يعني يعني مش موجودة. فكيف نستطيع أن نوجد القوانين المتحركة اللي ممكن تتعامل مع القضية المتحركة؟ على سبيل المثال يعني ما عندنا أي علاقة بالداخل. السؤال الثاني، هل تعتقد أنه سبب عدم التحالف الموجود ما بين التنظيمات، هل كل تنظيم نافخ نفسه بأكثر من حجمه؟ على سبيل المثال تنظيم يتكون من نفر، نفرين، 3، 4، 10، 20 يدعي أنه عنده جيش جرار وعنده قاعدة لا يستهان بها وإلى آخره، ولكن في الواقع يعني الأمور دي كلها مش موجودة، ودي تكون عائق للتحالف، لأنه في فترة التحالف لابد من كشف هذه الأوراق. النقطة الثالثة وسريعة،
هي أنت قلت طبعا التغيير اللي يجي عسكريا ما يجيب معه الديمقراطية. أتفق معك 100%. ولكن هل الوضع اللي هو اللي يفرض نفسه بكيفية التعامل مع إسقاط النظام، أو نحن يعني بالإنجليزي do we have the pleasure to pick which way to use to get rid of the regime، يعني سلميا أو عسكريا؟ هل عندنا البليجر عشان نختار؟ دي الأسئلة، وشكرا الله يخليك. شكرا. أمير. شكرا. يغني اللي زعد زرحبكو يغني اللي كان أستاذ إبراهيم ምናልባት ትንጉኢለ ስለ ዝኣተኹ ብብዝሒ እኳ ሰሚዐየ ካብቲ ሰማዕኮ ከዓ ተበጊሰኻ ሕቶታተይ ከቐርብ ይብል ማለት እዩ። እቲያ ቀዳመይቲ ሕቶ كدحن يا سقاب المتحف انت شو غير له اختي خليت خاتي ساعدك في الأولى إعادة كده أولى تقدمت حتى وبتي تغير زخونة الله من كحيس مثلا على هو ذكر كان أوكي تقدمت حتى كنريهم كلنا تي كنتاتنا ويكاتي تقاماتنا زلو تنقاساقاس تقاماتي زلنا وشتاو تقامات تنقاساقاس لو مالتيو ازين بوليتيكا وحطوتات كان ذا عينت فتح كبران كلها تي زلو ويكا زنبر حطوتات نخلو زي ما اخل ويكا زخونه حقتات يلن زي مهلا وخي حدا تي كافتي تقامات غير كادو تريو تبل حتى تي أخليتي أفتناي محزنت ويكا نحركيدنا رينايو تفعل عليه ودبات اللوا تين ودبات كان حدن أنا عبي نسغت نسقل الزبل رديت اللون من البات كاب حادث كاب 3/4 كنبلن الأبالات زلون ولو ببرتي لنزعمنا ولا حنتخا حيل زي بلن إذا ساكت زي اللي زي بالكعلني الكان يمبال إذا خي كفتي في تسقامات دخاتو خيلي تبليات يحطو تي خليت حطو إلكا تي وتهدراو مقيار زبل أب حجر حدا وحسنتنا ديمقراطي خجبراي كلني زبل رئيتو غيركا ولا بتسلماو زبل أكايرا زمتخه بالتفعل عليه تشمل إذا خنتاي وحسنت ديمقراطية أو خجبر يخيل أما تعيت إريتريا زيادتين حطتات نحر زيادة نحزي برها كمان ما في مشكلة نرجع. شكرا أمير. أستاذ إبراهيم. طيب فيما يتعلق بالسؤال الأول اللي هي القدرة على مجاراة التحرك السياسي المتحرك والديناميكي في داخل إريتريا وفي محيط إريتريا وعلى المستوى الدولي، وإمكانية مجاراة هذا السياسات اللي تتسم بالتغير المتسارع، كيف ممكن نعمل على مجاراتها من قبل التنظيمات السياسية. أنا أعتقد سؤال مهم جدا، لأنه التنظيمات السياسية أو الأحزاب السياسية إذا عندها رؤية واضحة، يعني رؤية استراتيجية واضحة، يجي هنا دور القيادة في أنه يكون عندها مرونة على مجاراة هذه المتغيرات دون أن تفقد الهدف. يعني ودي أهمية القيادة في العمل الحزبي أو في أي عمل منظم بتجي هنا، في أنك أنت يكون عندك المرونة بدون ما تفقد أهدافك، بدون ما تفقد الاستراتيجية. التكتيك بتاعتك هو اللي المفروض يكون متغير ويتسارع عشان يتساوق مع حجم التغيرات الموجودة، سواء كان في التفاعلات في داخل الساحة الإريترية أو في التفاعلات الإقليمية والدولية. ده أنا أعتقد بترجع الأهمية في هذه الجزئية إلى القيادة، وبحيث أنه ما يكون متناقض مع الهدف الاستراتيجي أو مجموعة الأهداف الاستراتيجية اللي وضعها التنظيم، واللي هي عملية التغيير باتجاه يعني إيجاد دولة وطنية ديمقراطية في إريتريا. السؤال الثاني
اللي هي مشكلة التنظيمات الكثيرة وأوزانها المختلفة. هو هنا في مدخلين أنا قلته في الندوة قبيل، يعني في مدخل بتاعت المنع أو اتخاذ القرار بأنه هذا تنظيم غير مستوفي وهذا التنظيم مستوفي. المعايير هي إيه؟ المعايير بالمناسبة ما تبدأ بالمنع أو ما تبدأ بالتقليل أو الإساءة أو الإشانة من هذه الحالات اللي تظهر بشكل يعني ما طبيعي. 5 أنفار يعملوا تنظيم، أسرة تعمل تنظيم، ما بعرف قبيلة تعمل تنظيم. المشكلة مش هنا، المشكلة في التحالف. ما هي المعايير اللي تؤدي إلى أنه هذا التنظيم استوفى شروط محددة؟ عنده قدراته بتاعت الكادر، عنده وضوح الخطاب السياسي بتاعته الاستراتيجي والتكتيكي، عنده الإمكانات المالية اللي بتشكل الماكينة بتاعت العمل دي. على ضوء هذه المعايير يبقى هو جزء من التحالف الموجود. أما أن يكون من لم يستوفي هذه الشروط فهو تنظيم أسرة ولا تنظيم إقليم ولا تنظيم قبيلة، مش هذه المشكلة، حيتلاشى. لكن لما دار يجي يعمل في إطار تحالف واسع لازم يكون في إشتراطات معينة بتخليه هو يكون جزء من حركة الفعل دي، لأنه بوزنه النسبي حيكون جزء من عملية القيادة. أنا أعتقد ده الحل الصحيح فيما يتعلق بعملية التقييم التنظيمات ودورها، يعني لأنه أي التقييم القديم اللي كان عندنا في حدود علمي إنه والله أي تنظيم تمر عليه سنة يكون عمل مؤتمر، وهذا كلام ما يعني أنا شايفه مش دقيق، وممكن يولد الإشكالية اللي ذكرها الأخ ديا في إنه كيف نقيم التنظيمات. التنظيمات تقيم بقدراتها المالية، بقدرات الكادر بتاعتها، بوضوح الخطاب السياسي بتاعتها، وديناميكية هذا التنظيم بشكل فاعل بتخليه يكون وفقا للاشتراطات دي جزء من التحالف الكبير اللي بيهدف إلى عملية التغيير. غير كده يبدو حيكون في صعوبة في النظر لطبيعة إنه كيف ممكن يكون في التنظيم في الساحة موجود وينال التقدير وينال إمكانية المشاركة في إطار تحالف واسع، لأنه ما فيش تنظيم يقدر يقوم ويحل المشكلة كلها بتاعت التغيير بنفسه. إذا أقرينا في تعدد في الواقع سياسي، أيديولوجي، فكري، الخلفية التاريخية بتاعته، واتيفر المنشأ بتاعت التنظيم السياسي اللي هو الحزب أو غيره، ما دام في التعدد ده إذا بالضرورة عملية التغيير تحتاج إلى تحالف. إذا جينا لمنطقة التحالف لازم يكون في معايير لدخول هذا التحالف اللي حيشكل تنظيم كمجموعة تنظيمات تتفق. لازم هذه التنظيمات يكون عندها معايير واشتراطات واضحة وفاعلة، مش شكلية ووهمية. التغيير العسكري قلت قبل ما تدخل استاذ ابراهيم عشان ما تطول الاجابه عشان تكون هنا، معلش اقاطعك لان تجي في عندك الاجابه السؤال الثالث قبل ما تدخل اترجم السؤالين الاولين. تفضل. هو تي قدما يحطوا ردوا حطيو تي تجمعات تفعل حقتات بروز اللخا እዚ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምህላው ነዚ መልሲ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ክንወስዶ ንኽእል ነቲኦም መራሕቲ ውድባት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ውድባት ዘለዋ ናተን እዩ። ንሱ ከዓ ነቲ ሚዛን ወሲድካ ወይ ከዓ ነቲ ሕቶታት ኣብ ባይታ ዘሎ ርኢኻ ሕድገታት ክትገብረሉ ትኽእል ክግበር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ከዓ ናይቲ مرحنات أبو الدبات زلو حدا تي ناي حدقات ناي مقبار مستكونتات زخيد الزخاء كافتي استراتيجية وزخونة ويكان نايت مقيار علامات خدو زلها كاو انقفات زي كو النقرات نحزر لهين زيتات حدا نايتي انتشمو الزخاء تي عقمتات ناي مرحنة كوينو يسمعني يبل مالتي بو كرعي له تياخلي تحطه هو أب محزنات أو كمان أبتخونه متخاب كلهم كله من البات تفعل عليه والدبات كله أخلاين زي قدس زي تي حدا خفتي كم مسلات غيرنا خنريون حركينا نعان كخمي غير كاخا ويكا كتمزنن تخللو حدا خلتا سلست 4 الكاب قطري ويكا بقال زي كونه
ኣብ ዝኾነ ናይ ምሕዝነት ወይ ከዓ ናይ ምትእኻብ ዘሎ ኮይኑ ሓደ ቻርተር ኣሎ ወይ ከዓ እቲ መዐቀኒ ዝብል ናይ ውድባት ወይ ከዓ ዘሎ ብኡኻ ክትዕቅኖ ትኽእል ማለት እዩ። ነዚ ዘማልኣ እንድሕር ዝኾና ኮይነን ንሓደ ተብለሉ ነገራት ኣይብለን። ካብቲ ሕግታት ናይቲ ምሕዝነት ዘሎ ካብኡ ተበጊሰን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ። ንሱ ከዓ እቲ ተፈላለየ ርእቶት ወይ ከዓ ተፈላለየ ብዝሕነት ንኣምን እንድሕር ኮይና ኣብዚ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ንዚታት ከዓ ናይቲ መዐቀኒ ናይቲ ትሰማምዓሉ ዘለኻዮ ናይ ምሕዝነት ካብኡ ብኡኻ ክትዕቅኖ ትኽእል። እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ካብቲ ከባቢ ናይቲ ምሕዝነት ዘለዋ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሓቲተን ናተን መዐቀኒታት ዘለዋ እዚአን ኣሁን ከለዋ ምናልባት ዘይህልዋሉ ኩነታት ክበፅሓ ክእላ ዘግብረን ክኸውን ይኽእል። እዚአን እንተን ቀዳመይቲ ካልአይትን ሕቶታት ዝነበረ መልስናትን أبتي سالسيت خنكيت. شكرا. طيب فيما يتعلق بالسؤال الثالث اللي هو التغيير العسكري، أنا قلت يمكن غير مجدي وغير مفيد ومضر، مضاره أكثر من الأهداف المرجوة منه، ودي وجهة نظري. لكن هو بيقول هل عندنا الرفاهية؟ ما هو أمامنا خيارات محددة، وهذه الخيارات ندرسها في السياق الإريتري بتاعتها على مدى 30 سنة، يعني إلى أي درجة كانت مفيدة، إيه التغيرات اللي أحدثتها، ونشوف على مستوى تجارب الدول اللي حوالينا اللي استخدموا أسلوب المواجهة المسلحة في مواجهة النظام من أجل إسقاطه والإتيان بالبديل. يعني اليوم لو نشوف أقرب تجربة لنا تجربة السودان، يعني السودان في حركات في جنوب النيل الأزرق وفي جبال النوبة وفي دارفور وفي شرق السودان ومش عارف إيه، كل ده حاملة سلاح من أجل التغيير. أنا أعتقد أي قوة تجي من أجل الوصول للسلطة بهذه البندقية النتائج بتاعتها في تقدير الشخصي نتائج أبعد ما تكون عن الديمقراطية. من يأتي بالقوة لا يسلم القوة السلطة إلا بالقوة، ودي مشكلة الآن. الحركة الشعبية لتحرير السودان لما نالوا الاستقلال، الأحداث اللي شفناها ما بعد الاستقلال الدموية الكبيرة ما بين الأطراف اللي كانت موجودة وتمسكها بالسلطة وغياب المدنية وغياب الديمقراطية وغياب الشفافية وغياب أي شيء عنده علاقة بأماني وطموحات شعب جنوب السودان. يعني لسه لأنه السبب وحيد بس إنه هم جوا بالسلطة وهم حققوا الانتصار وعليهم البقاء، ومن يريد أن يغيرهم يأتي بنفس الطريق لعملية التغيير. ده تقديري الشخصي أنا، وأنا بقول دائما خلونا نفتح الحوارات حول المسألة دي. نحن مش موجودين في جزيرة معزولة، موجودين في عالم. التجارب اللي حوالينا في أفريقيا، ما عايزين ناخذ تجارب من آسيا ولا أمريكا اللاتينية ولا مجتمعات بعيدة، في حوالينا طريقة استخدام القوة تحتاج مننا إلى وقفة نناقشها. أنا تقديري ما هو الطريق الأفضل المؤدي إلى عملية التغيير بشكل إيجابي. الجزء الثاني من عملية التغيير برضو فيه تعرف النفس والحس بتاع أنه الجماهير ما عندهاش قدرة على التغيير، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني الزول بيطرح قضايا بتاع جماهير ويستخف بالجماهير نفسها في نفس الوقت في عدم قدرتها لأسباب يعني أسباب القمع في الداخل والظروف القاهرة لمواطني هذا البلد في الخارج. أعتقد ده كلام مخيف في تقديري الشخصي. هذا الشعب اللي حقق الانتصار في 30 سنة بالبندقية أو القضية اتفقوا عليها بشكل جماعي، يجب أن لا يكون هذه الهواجس موجودة في تقديري الشخصي. يعني أيوة قد تطول العملية، لأنه كمان أنت محكوم بظروف محلية قاهرة لنظام غريب في شكل وغريب في محتواه، ولم تمر تجربة في أفريقيا مثيرة بتجربة إريتريا وطبيعة السلطة الموجودة فيها. ده واحد من التحديات، لكن ده ما معناه إنه هذه الجماهير الإريترية ما عندهاش قدرة، يعني إلا أنه مجموعة ممثلة لها تجي عبر البندقية وتحدث التغيير. حنكون في حلقة مفرغة أنا في تقديري، وده مجرد رأي مش بالضرورة يكون يعني حقيقة علمية موضوعية. أنا بقول بجتهد في الواقع اللي أنا شايفه، ده هو الخيار اللي عندنا. القضية مش قضية رفاهية، احنا أمامنا خيارات نحدد ما هو أفضل لمجتمعنا ونخلق حالة بتاعت حوار حول المسألة دي عشان نصل لشيء يعني مشترك. شكرا. شكرا. أمير.
تيا سالسي تحطو تي مغيار برتاوي ويكا برتاوي الزبل حطو زيا من البتاني أي سما معلاني كسما معل زي كيلكا بزح نابنتات ويكا مسالك نوصد نخيل كابو ولا بسودان نحرر إلا نقولنا بتفعل على بوتاتات ناي السودان بجوبا أب دارفور يكون ولا بتفعل على زلوا بوليتيكا والدبات ويكا والدبات برس زعاتقا والدبات نتي مقيار نخمت ايلن كندي قالسي زقبراين أما ترشتخا منتاي كنتات اللوا نريو لنا ولا خمس سالين ناي دبوب السودان كنوصد نحركوينا تي أبسلطان زلو سرعات بحيلين ببرت زمت سلزخوني سقاب كنديكا ፀገማት ይፈጥራሉ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኮይኑ ኣነ ብርእተይ ብሓይሊ ዝመፀ ወይ ከዓ ብብረት ዝመፀ ብብረት ከም ዝኸይድ ዝሪኦ ብርእተይ እዚታት ከም ዘሎ እዚ ብሩህ ኣነ በዚ እምነተይ በዚ ናይ ብረት ዝመፀ ፅባሕ ንጎ ዘብል ኣይኮነ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጣልሲ كلاتنا حزب إريترا تسمعلو برتاو قالسي تقاليسو ناطنتو واغا خفيلو زጨበጠ حزبي لو مخا نايتي ديكتاتوراو سرعات مهلاو تناي محايل زبل نريو لنا زعابي مثاليو تملسنا خنريو نحركوينا خا نايتي كال اي زبل كايو نايتي سلاماو زبل ناي مقيار الله خده واه الله نعم التليفون سلازات وتني عمل سنه اوكي الله تي بسلاماوي ويكا زبل مقيار حزباو مقيار نبلو زلنا امونغو بوليتيكا ودباتن ناي مقيار نبلو بسلاماو منقد نبلو زلنا اذا خا نبعلو ت ندحر نمناس نايتي اللخو هو እቲ ናይ ምንኣስ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ምቅላል ዓቕምታት ከም ዘይብሉ ኢልካ ናይ ምምዛን እዚታት ከዓ እቲ ሓደ ፀገማት ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ስማዕኒ ነዚ ህዝቢ እዚ ተቃሊሱ ቅድሚ ሕጂ ዝተቃለሰ ስለ ዝኾነ ብመሰላቱ ባዕሉ ዝሓተሉ ባይታ ናይ ምፍጣር በዚ ዝሓሸ ኮይኑ ስማዕኒ እዚ ከዓ ምናልባት እዚ ናተይ ርእይቶ እዩ ብመፅናዕትን ዝተገበረ ወይ ከዓ ንሱ እዩ ፍታሕ ንምባል ኣይኮነን ምስ ኩሉ ክብረታት እዚ ናተይ ርእይቶ ይብል ማለት እዩ ሽክራን بسامسون أتحدث لها سامسون SMX ورحاوي حفتي سامسون الميت كبر ما بعد زارب كيتولو يتزارب كيتولو سامسونج اوكي تغطي لي دكتور تاديوس تسفو كبر حاونا بقى سمعنا لهم معي وانا سمعك لنا انا ما سمعك great wonderful سلامات اهلا مجمريا انا مسجونون اتو ابراهيم جزيو كستاجيرو افيو نزل نجار مسانا ديسكاس كبر ممسو انا حجي مجمريا الى نيرنيا بزح نغرات يسمع مسو ولا حجتهم نسامع معنا مسخ بكل نجار زبلون زلو مسام كمان كان بيسامع مع تردي ندحر زو غداي سمع معلو نيرام دا قدم حجي ماتيام سلامتا ام زي نغرونا نمنتاين ابراهيم تصبيامو يتحطو جن اتو ابراهيم منتايلو اقداسي نجارات يلو ام تي ماخل انتاينو إذن كلن ودبات إسران كرتن ودبات دلوات غناسي دارجا إتي بوليتيكاو بروغرام ناتن كافتنا يسبعان حموشتنا يتقال لحرنة إرترا زوز يو إلو أوكي أنا دما أتو إبراهيم كد مخلطور حقون أبزي مدرخ بمتيني ربز عبات بروغرامتي بناتي قام دما إتو بروغرامتي ناي ودبت رايدي كونس نسبحن دحر سبحن كقلقلنا زخل ناي سوشال ديموكرات وسوشال ديموكراتيك بوليتيكال بروغرام مخاوني دردان دفلتن سلازي اتحط كام زخ خاتو بلو زلخا اذن ودباسي لفنت جيرن كساي جيرن
تسمامي عن قال زي كونس عند حرتنا يجبها خوينت بروجرام ناتن سلامتنا بجبهة وليسا بحساب كنك على زين خل سلامتها يزغل عمتات نحن نسمرت لنا كل ليلنا أموت بروجرام ناي بوليتيك ناي سبعان حمشتن تبلو زلخا إتي مجمرة ناي حزبن هاجرن نسمرت زما خلال بوليتيكو بروجرام باري سلازي إذا ده يقللنا نفتي نبرنا باك الملس ولا مليشنا أبدين فولت أنتاشمي إراق هيدنا حديث نجارات كن في فلسفة ونحن من 3 عامات لنا نزارب لنا بحج كمان كندي عمتات وزلات خالص كمان أي تفلتن سلازم بتنو خلو دون نقبر بتي بس إحنا يزلنا ولا حديث نجار كن دلخ نبل مليشنا خنتقفل اقرا ما قد حزنا مالتي سلازم تحطيه فني اللي دكتور تاديوس بحرب شو لا تخلنا معها لا كتعرفون أنت كتعرفون اوكي كترجمة كويس أمير كويس. أول شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. برغم أنه أنا ما أتفق معك فيما قلته، وللأسف الشديد كمان بعض الإخوة كمان يقولوا 100% نتفق معك، وأصبحت أختلف مع الكل. أنت قلت في مداخلتك أو كمان طلعت أو كمان راجعت ل 22 حزب في برنامجهم السياسي، وقلت يرجع لبرنامج الجبهة في سنة 75% أو كمان سنة 75. ده شوف إذا رجعنا في برنامج الجبهة هو برنامج سياسي واضح وطني، ليس للتحرير فقط لكن حتى رؤية وطنية كانت موجودة. إذا كانت هذه التنظيمات كلها عندها هذه البرنامج، لماذا نختلف أو كمان لماذا نختلف هذه التنازيم أو كمان اختلافات الموجودة؟ لماذا نحن نفتش في الجديد؟ ليش ما يكون عندنا مدام هي اتفقت 22 حزب أو كمان الأحزاب السياسية، لماذا الموجود هو يشمل لماذا ما نكون من هذا؟ لماذا نفتش في برنامج جديد أو كمان في مفهوم سياسي جديد؟ وشكرا. طيب شكرا. أنا في تقدير ده سؤال كثير مهم. البرنامج اللي أنا بتكلم عنه ده أولا هنا عندي، أنا أتمنى واحد من الجروب يقوم يستعرض البرنامج بتاع جبهة تحرير إريتريا ويستعرض لنا البرامج بتاعت التنظيمات بتاع تنظيم جبهة التحرير اللي تفرع لتنظيمات كثيرة، وانتم عارفين كلكم هنا تسميات مختلفة لكن خلفية يعني تاريخية واحدة. هو أنا أعتقد الأخ صادق لما قال إنه يعني أو حلي بإنه ده ما موجود وما كويس وما ما نعمل به، ليش نبحث عما هو جديد؟ البرنامج ده زي ما يعلم الأخ ويعلم الحضور الآن عمره أصبح 50 سنة. 50 سنة. ده اتعمل في منتصف 75 أعتقد في مايو ولا في جون سنة 1975. الآن نحن في 2025. ما فيش برنامج في الدنيا في العالم ده كله يتخطى عشان يشتغل 50 سنة. الدنيا تغيرت، الجغرافيا تغيرت، السياسة تغيرت، الأيديولوجيا تغيرت، العلاقات الدولية حصل فيها تغير نوعي، فكرة الدولة نفسها إنها تكون موجودة ولا غير موجودة بقت موضوع تساؤل. أنا أعتقد البرنامج، وأنا أتمنى قلت زي ما قلت إنه حد يجي من الرفاق هنا يستعرض لنا يقرأ لنا، يعني تكون في ندوة عن البرنامج بتاع جبهة التحرير سنة 75. أكثر من 95% من نصوص البرنامج بتتحدث عن قضية التحرير وقضية الهدف الواحد المشترك لتخليص الشعب الإريتري من الاحتلال، وهذا الجيد. وأنا تكلمت في بداية الندوة إنه كان مهم وقدر يخلق يعني التفاف جماهيري كبير، وعشان كده تحقق الاستقلال في الثورة الإريترية. ما بعد التحرير والاستقلال في برنامج جبهة التحرير الإريترية مكتوب عناوين، خطوط عريضة في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافة، في الهوية، في الأمن القومي، في مهددات الأمن. يعني صفحة يمكن واحدة
بتتكلم عن عناوين عامة إنه حنعمل إريتريا بلد ديمقراطي مش عارف، وحتى ده أنا بقوله من عندي، لكن خلونا نجيب البرنامج ما هو موجود يعني عندنا في بيوتنا. هذا البرنامج وبرنامج الجبهة الشعبية وبرنامج أي تنظيم آخر ما قبل التحرير دي مرحلة وانتهت. الآن في أسئلة جديدة، بعد ما بقينا دولة مستقلة فيها نظام ديكتاتوري عايزين نغيره. أسئلتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بقت جديدة، عشان ضرورة هي يعني الوجود بتاع نستفيد من بعض المضامين في البرامج بتاعتنا. ده مطلوب، ده واحد من المصادر اللي بنستلهم منها في بناء مرجعية جديدة واستراتيجية جديدة. إنما ناخده زي ما هو عشان يشتغل بعد 50 سنة، ده حتى لو كان يتكلم بالتفصيل عما بعد التحرير والاستقلال، لو كان فيه مضامين كبيرة جدا، مرور أكثر من 50 سنة يعني أحدث تغيرات كبيرة. ولذلك أنا أستغرب في إنه يعني بالنسبة لي على الأقل عشان برضو أكون موضوعي، يا أخي الناس بتغير، بقت الآن في كل سنتين ثلاثة بتكون في حلقة مركزية في شعار كل مرحلة. الواقع ده ديناميكي متحرك، في تغيرات كبيرة سياسية واقتصادية وجيوبوليتيكية وغيره. احنا يعني الدعوة لأنه يكون ده هادي لينا احنا، أنا في تقديري ده حاجة أقرب إلى الدين أو مذهب أو مذهب ديني مذهب، لكن لا يمكن يكون سياسة، مع تقديري واحترامي للأخ اللي تكلم عن أهمية الموضوع ده. شكرا. شكرا إبراهيم. أمير. كابتن أنا مترش تخيت مش كل خبرتاتي نتي خبرة كانت في الإزبالة ريتو نخلوكا زي تصبغيو نحر رئينايو كاب 57 كاب 90 إسران 50 زلنا إسران 50 عمتنا غير نازل 5 عمتنا غير نازل لنا مالتي أبدي 5 عمت نحر أمير وارد أطلع. سامع علمه أنا ولا لومي تي حطتها تغيروا ولا تجوغراف كمان يلون يعني تجوغراف ولا تجوغراف أو كمان تغيروا سلزخانة تحطتها تغيري زلوا هبزي هذا حجفت بوليتيكا وبروجرام ناي جبهة تحفشاوي ناطنت يلو زقالة زنبرة أو ولا في موتوية كمان إليه أبناطنت كبصحنا خيلو وهاجر كاجبتنا لومي بزعبة دولة ويكاب زحنا هاجرنا من قسينا نزارب زلنا بزعبة ثورة كنا زي نبرة كنا ناي أفتو بروجرام تملسنا خنريون نحركينا ناي جبهة تملسنا خنريون نحركينا 57 كميتي نناطنت رئيس بلنبر رأي نايتي بنجستاو زبل أي نبرن ولا زي بإقونومي يخون ولا بمحبرة يخون ولا بتفعل عليه الرأي زلو زي رئي زخانة رأي ويكا زغمتو أي نبرن كم شروحات لكن نيرن أي نبرن كبلا كلنيا نيرو زعينة زي بعمق آتيو انتي يخون زلو متعيد زبل لكن أي نبرن إذا زي ما هو إذا سلزخانة لو من نايتي مستي زلنا يكونتات كنكيد كنكلالنا لو من هاجر كوين ناينا لو من بزح تغيرات له بزح حتتات له كابز تبقي سيخا نتي كافتي ودباو زخانة نابولتكا بارتتات ناي مغيارة حساسبانا كنكيرا لنا إذا ترى زي كنا قالين هاجرات له ويكازلو أب كل تعامل تخمن تي الرأياتن تي استراتيجي ناتن ويتي مستخونتات زخيد حقتات النام تعز خدالو جزء يزلو كوينو مس كل خبرات يخبرك قداس زخونة حتى يبل معناتي غني له
أبزيان نيشتينا يترجمان جيغانيرا حبيبي زي ترجم زلها شمكاتا فياتني انت مسلك حنتي انفورميشن تسحيتها أنا لاني المخلتو ورحي بزعبا زي بروجرام زي أبزي جزاز تزاريبا نيري بناتي قام دما كام ايلن يا سلازي كابعتا بقيسي انا خم الى حتي تنبر اذا دبلو زولن مالبات نغزارو سكي جاي سلازي عندنا ندغمو انت غداي نرايو سلازي كاب كله 5 عامات 100 عامات زغبره كونستيتيوشنات كم زلو نفلط الى بعالم اتحطتات كن انتاي قيرالو بزيل نحن زارب نخيلينا جين زخ ناي سورا نيرمو كندم سولنا مستاريخون مستاش ممكن بلاي نخيلنا زي ابسولوت رونغ يا غنيلي اوكي يا غني اللي فعلا من الاشياء اللي ذكرها انا كنت موجود في هذا في الحوار الواعي مشترك هنا موجود وتكلمت عن هذا البرنامج وتكلمت فيه وكان في لي ندوة تحدثنا بهذا الموضوع يعني لكن ما ممكن نجي نقول لحد حسب ما متفق في ردك هذه المداخلة الأخيرة يعني في مداخلتك لأنه بختلف معك لحد هذا لأنه ممكن نعيد مرة ثانية نشوف برنامج ونناقشه في هذا الروم وشكرا. شكرا. إبراهيم كنت مقول له الدليل هاوي لك أبو لا حقيقة بس أنا عندي يعني بعض الملاحظات. أولا اللقاء اللي عمله الأستاذ في الغرفة دي أنا ما تابعته والكلام اللي قال عنه أنا ما تابعته لكن بصراحة عندي ملاحظة في موضوع الترجمة. أنا ما قاعد أقول هذا البرنامج يتشال ويترمي إذا فيه جوانب تستجيب للواقع. الآن واحد من المرجعية يكون ريفرنس هو وغيره من البرامج لكن حتى الآن في حدود علمي وأنا بشتغل في مجال البحث العلمي ما فيش حاجة تتخطى بعد 50 سنة تكون صالحة يعني بشكل مبدئي في أمريكا في أوروبا في أفريقيا في العالم في أي مكان برنامج يشتغل 50 60 70 80 سنة يكون صالح. ده في المبادئ العامة بتاعتهم. نعم حنبني دولة ديمقراطية عايزين مجتمع مش عارف تنمية مستدامة ده عناوين لمطالب. ده مش برنامج ده. لذلك أنا أعتقد وأنا اقترحت الأخ ما ترجم كلامي أنا أتمنى إنه يكون في الغرفة دي حد يجي يقرأ لنا البرنامج ده اللي هو أصلا في حدود 20 صفحة ما حياخد نص ساعة حتى تشوفوا قد إيه نحن فين والبرنامج ده بيتكلم عن إيه. أنا ما بقولش سيء لأنه أنا جزء من البرنامج ده واشتغلت تحته وناضلت تحت هذا البرنامج وعندي تقدير كبير لهذا البرنامج. أنا بقول هذا البرنامج لم يعد يستجيب لأسئلة الحاضر فقط. دي ملاحظتي وخلونا نتجاوز المسألة دي لأسئلة أخرى يعني. اوكي ممكن نترجم هذه كنت أيوة. أستاذ إبراهيم ممكن تعزب الكايلة نتينا أبزت البرنامج كم بحدش ويكا أبزي كلاتنا ندحر بجزا خويني ولا نعبالات زبالكاي زي ترجمة مثلني. أوكي. هو عموما هو انتهي بلا له أنا حدا أكل نايتي برنامج زنبري كله أبقى حفنة أتو يكون كنز بالزلخو أو أنيريو بزعبا ديمقراطي بزعبا قال زبل زيتات كله كم حدا جروحاتن انتاش من بعمق أتيو زخدر له يكون أنا كفت حدا ناي مصنعتي زكاي زلخو بزعبا ناي زلو كوينو تسجم يلن كالأي جزء متينا وكالأي جزء كنراقب له نخل جزء خمان كنقبر نخلينا بالمعنى إن شاء الله كنت ترجمتها كويس أستاذ إبراهيم. أيوة أنا بقول إنه البرنامج داخل كريم يجي ويستعرض إنه الناس ممكن تستفيد منه كمرجع يكون واحد من المرجعيات اللي نبني عليها سياسات المستقبل إنما نتبناه على أساس إنه برنامج صالح لليلة ولبكرة وممكن ل10 سنة لقدام. دي قضية تحتاج إلى وقفة يعني. وأنا بحترم التباين في الرأي حول المسألة دي وننتقل لشيء آخر يعني أسئلة أخرى. هو تي إذا تملسنا خلا جزء ما بقاسي خلنا نخل كأو تبقيسنا خا كدولو نخل كوينو ناي 5 عام الزنبرة لو مخا نسيو خسرحنا يزبلكا خليك كم ما بقاسي بزح نجارات كم زلوها يا عمني يبل مالك أستاذ إبراهيم شكرا. شكرا. جرمين قاعد هالمزاحة. You want to take over جرمين؟ مرحبا. ها؟ take over تقبل دلي؟
ولا حنتي تستايت لكم قرب دخمي لدى أمبر دحان دحين كاس دحين أوكي لا موجود دحان معنا أستاذ يعجبكم جمال، غيري مع السلامة. عقباي أيوة انت شو درجة جلس راحة للني بالنيرو هو اوريدي حتى دلني رح يجي كمان قريبنا والله وجيز سيمسونن باشاين اي تزاربون هو دحري عطينا افتنا دردشة نتي قداي ديسكاشن قبرلو مثلا تبوريتو كبر حاول استاذ امين ضاق باي إبراهيم أيوة مسكين يفتنوا استاذ ابراهيم استاذ كبوشي أيوة يا مرحب ممكن تدينا ساعه ثانيه زياده لان في 4 فرع بين يدين 4 فرع. لا ما في مشكله، الاربعه دي حنجاوب عليهم، ما في مشكله. شكرا لك جدا شكرا أستاذ إبراهيم. أوكي اهلا وسهلا. كبر حاول سامسون الكاد اللي خونكا أنميت قبرامو قرما يمثل له ولا يمثل؟ ما تقول له قرب دخيم الله يلوم اوكي دحان وتصدم يلا. اوكي شكرا كويس. شكرا استاذ امير. عندي يعرف ابراهيم يعرف دحان. اوكي سامسون اللي قاعد هذا الله برهاو ويكبر تحفتي الرايبل حلفي تقرص قابز الدالو هو كبر حاو باشاي ردي ابوها ردي. اوكي مرحبا يغني لنا حوار كومو دما كبر قاشانا ابراهيم حامد كوشي يغني لنا مثل قبل كاي قربوت بزح تقام زغنا نتبتا تقاميت كايخا قدمنا بحتي مأتغي بحر بايتا خونني من البات ليس معكو غيزارب فبتزبل كايو حده كاب مجمار قالسي كساع نصعدت نفسنا كبابينا بمصنع ناب نصعدت كنبصح كم خالنا مالسي مصنعاتاو كم زنبره بشو ناب نصعدت كاتشحنا زبلت بمجمريا تجاربكا دحرايكا دحرنا نصعدت ግን ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአና ይኮናል ማለሲ በአረጊት ሓሳባት በቲ ዝነበረ ሓሳባት ክንቅፅል ስለ ዝደለና ኩነታት ናብ ረብሓ ህዝብና ከምዘይ ተቀየረ ወይ ከዓ ህዝብና ከምዘይ ተጠቅመ ወይ ብካልእ ኣዘራርባ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኣይከኣልናን። ምክንያቱ ብናይ ቀደም ኣረኣያታት ክንከይድ ስለ ዝደለና ኢልካ ማለት እዩ። ካልኣይ ነጥብ ማለት እዩ which means ክንቀየር ነይሩና ምስቲ ኩነታት ንዝብል ነጥቢ ንምርግጋፅ ማለት እዩ። ካልእ እውን ሃለዋትና ብብዙሕ ክስታያት ፍልልይ ዘለዎ እዩ። ውድባት፣ ሰልፍታት፣ ምንቅስቃሳት ውልቀ ሰባት፣ ምሁራት ገለመለ ከምዚ መዓት ዝኾነ ፍልልይ ኣለና። ነዚ ግን ስቂልና ማለሲ ከነስምሮ ስለንደሊ ብሓድሽ ብኣረጊት ሓሳብ ክንገጥሞ ስለንደሊ ናብ ሓደ ግንባር ከነምፅኦ ኣይጥዕመናን እዩ። መፅናዕቲ ክግበሮ ኣለዎ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢኻ ነጌርካ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ገምጋም ክንገብረሉ ኣለና ባህላ ኢኻ ካብቲ ዘወሃለልክዎ ማለት እዩ። ግምገማ የድሊ ኢልካ ማለት እዩ። ከራብዓይ እውን ሕጂ ከባቢና ተለዊጡ ስለዘሎ ምስ ተለዊጡ ዘሎ ክንላዘብ ኣለና። ኣብ ከባቢና ኣብ ዓለም ተለዊጡ ኣሎ። ስደት እውን ናቱ ለውጢ ኣምፅኡ ናቱ ግደ ኣለዎ። ክንሪኦ ይግባአና ክንግምግሞ ይግባአና ኢልካ ማለት እዩ። which is good። ካልእ ተሓምሻይ ዝበልካ ዓብ ነጥቢ ተልዩ ካብ ደገ ተበጊስና ለውጢ ክነምፅእ ምፍታን ንባዕሉ ትክክል ኣይኮነን። ወሳኒ ተራ ዝፃወት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታትና እዩ። ንኣብነት ከዓ ኤግዛምፕል ደምፃኻ ከም ናይ ልቡናን ኣምፂእካ ወላ ብግዳም ብዙሕ ሓጋዚ ሓይሊ እንተሃለዎም ከም ደጋፊ እምበር እቲ ወሳኒ 5 ሚልዮን ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ልቡናን ዝርከብ ኢልካ እውን ከም ሓደ መረዳእታ ኣቕሪብካ እዚ እውን ኣነ ዝሰማዓሉ ነጥቢ እዩ። ይውሓድ ይብዛሕ እቲ ህዝቢ ብዘይገድስ ውሽጣዊ ግርጭት ይወሳኒ ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ። ካልእ ዝብልካዮ ኣብ ከባቢና ዝፈሸላ መንግስታት ኣለዋ። ፅልውኡ ናባና እውን ክህሉ ስለዝኽእል እዚ እውን ክግምገም ኣለዎ ኢልካ ማለት እዩ። ክንግምግም ኣለና ውሽጣውን ከባቢያውን ዓለም ለኻውን ክንግባአና ሓቂኻ ኢኻ። ሻብዓይ ዝብልካዮ ጉዳይ ልፍንቲ ማለት እዩ። ቨሪ ኢምፖርታንት ዝኾነ ካብ ልፍንቲ ከዓ መን ምስ መን እዩ ዝላፈን እሞ ልፍንቲስ ሕራይ ከም ፅቡቅ ፕሪንስፕል ጌርና ንውሰዶ። በዚ ተሃላልዋና ክንሪኦ ከለና ግን መን ምስ መን እዩ
ክላፈን ዝግብኦ ንጹር ኣካይዳ ክህልወና ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢልካ ማለት እዩ which is very good ኣብ መወዳእታ ዝበልካያ ነገር ተዳርየ ስዕያልካ ዝሰዓብካያ ብዛዕባ ናይ ዕድመ ጉዳያ ብዙሕ ካብቲ ዓበይቲ ነገራት ኣይኮነትን ግን ከዓ ዕድሜና እውን ርእሱ ዝኸኣለ ረቑሓ ነጥብ ስለ ዝኾነ ክንደክም ስለ ንኽእል ኣብ ዕብየት ክንርስዕ ስለ ንኽእል እዚ ምናልባት እቲ ቅዋም ናይ ሃገር ክምልሾ ዝኽእል እዩ ማለት እንተ ደኣ ኣብኡ ከኣቱ ዝኽእል ኮይኑ ክሳዕ ወዲ ክንደይ ክምረፅ ኣለዎ ሓደ ሰብ ዝብል ምናልባት ከም ኣንመንድመንት ከኣቱ ይኽእል ይኸውን ወይ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እንታይ እንትበሃላ ፓርቲታት እውን ናተን ሕጊ ክህልዎ ንኽእል ብከምኡ ክፈታሕ ስለ ዝኽእል ኣነ ዘተኩረሉ ሕጂ እቲ 3 ነጥቢ ማለት እዩ ሓደ እቲ ቅድሚ ነፃነት ዝነበረ ኣተሃላልዋና ብመፅናዕቲ ጌርናዮ ንሱ ሰሪሑልና ነፃነት ኣምፂእና ኢልካ እሞ ዳሕራይ ህዝብና ድማ ከም ውፅኢት ምስኣተና ስለዘይተለወጥና ቁም ነገር ክንገብር ኣይከኣልና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክነምፅእ ኣይከኣልናን ኢልካ እሞ እዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደይምምፃእና ከም ውፅኢት ኣገባብ ኣቃላልሳና ናይ ቅድም ዝነበረ ቅድሚ ነፃነት ዝነበረ ዶ ይኮነን እዚኣታ ሕቶ ክትሕዛ ምእንቲ ክትሓዝ ምእንቲ ፀቢቓ ማለት እየ ሓንቲ ሕቶ ካልእ እቲ ክንፀር ዘሎ ኣብ ልፍንቲ ዝበሃል ዘሎ መን ምስ መን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣገደስቲ ኮይኖም ሓጋዚ ግደ ክፃወቱ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ክልወጥ ዘሎ ሓይሊ ወሳኒ ዝኾነ ሓይሊ መን ምስ መን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ብንፁር መንገዲ ክላዘቡ ዝግብኦም ኣካላት ሳልሳይ እቲ ናትና ናይ ከባቢናን ናይ ዓድናን ናይ ዓለም ለኻውን ኩሉ ከነፅንዕ ኣለና ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ኢና ክንሕዝ ዝግባአና ኣብ ከባቢናን ኣብ ኣዝማድና ብዓለመን እዮም ክኾኑ ዝግብኦም ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዕግርግር ኣብ የመን ዕግርግር ኣብ ፍልስጤም ዕግርግር ኣብ ሉብናን ዕግርግር ኣብ ኢራን ዕግርግር ኣብ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ከዓ ንሪኦ ዘለና ብሪክስ ናይ ዌስተርን ወርልድ ኢምፔሪያሊዝም ዘሎ ዘይምቅዳው ሕጂ ንሕና እንታይ ዓይነት ፎሬን ፖሊሲ እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ይክህልወና ዘሎ ክሕግዙና ዝኽእሉ ከም ደጋፊ ሓይሊ ኮይንና ክንቀርቦ ነቲ ውሽጣዊ ወሳኒ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ሃገርና ማለት እዩ ካልእ ኣብ መወዳእታ ሕድገታት ዝብል ጠቂስካ ነርካ እቲ ሕድገታት ንገብሮ መዐቀኒኡ እንታይ እዩ ንኣብነት እንተደኣ ገምጋም ክንገብር ኮይና ከምቲ ዝበልካዮ ተጋጊና እንድሕር ፀኒሕናስ ተጋጊየ ነይረ ክንብል ኣለና ማለት እዩ እሞ ናቱ ብይቕረታ ድዩ ክሕለፍ ከም ተቃወምቲ መጠን ከም ወይ ከዓ ብካልእ ተሓታትነት ድዩ ክከብል ንኣብነት ናይ ሃገርና ስርዓት እንተኮይኑ ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሕድገታት ኣብኡ ከመይ ክትመዝና ኢኻ ሕድገታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝግበር ሕፅረታት ብከመይ ወይ መዐቀኒ ኢኻ ናይ ሕድገታት እንታይ እዩ يغني ግርማይ اوكي شكرا على الغرفة وعلى الضيف طرحت مسائل كثيرة يعني من ضمنها التحرير تم يعني بخطاب سياسي وأهداف مدروسة ودي كانت من أسباب النداء ودي كانت من عوامل النصر ولكن النضال بعد التحرير لم يواكب المرحلة التي نعيشها اليوم فلذا كان يتطلب مننا التغيير في الأهداف وفي الخطاب السياسي هذه برضو نقطة ثانية كانت أيضا التنظيمات والجهات المختلفة في إطار يعني وتوحيدها أو التقائها في إطار برنامج حد أدنى يعني هذه كانت أيضا يعني من ضمن النقاط التي ذكرتها أيضا تحول الداخل والأقليم وأيضا العالم هذا التغيير أيضا له يعني تأثيراته علينا فالتغيير يجب أنه سياساتنا وأعمالنا أيضا أن تكون تواكب هذا التغيير أيضا هذه يعني من النقاط التي أنا أراها جيدة
أيضا ذكرت مسألة التغيير من الداخل، وذكرت ضربت مثال للدولة اللبنانية أو للبنان، وأيضا هذا أنا اتفق معك. أيضا حوالينا توجد دول فاشلة يعني من جيراننا البعيد والقريب، وهذا له تأثيره على أوضاعنا. النقطة الأساسية برضو من ضمن النقاط الأساسية التي ذكرتها هي التحالف مع مين، وهذه هي يعني لب السؤال الذي يحتاج إلى إجابة. يعني لا يمكن أن نقول لا يهم مع من يعني نتحالف، بل إنما التحالف هذا يعني يكون مدروس، وبذلك يعني وأهميته هي يعني بقدر تحقيق النصر أيضا هي نفسها هي لها أهميتها، أن تجيب على كيفية التحالف مع مين. أيضا من ضمن النقاط التي ذكرتها أيضا أنه يعني تقدم السياسة الذي كنا نتبعها مع تقدم العمر، أيضا هذه ذكرتها. مسألة تقدم العمر ممكن هذه يجب عليها الدستور، قد تكون مسألة دستورية ومسألة تنظيمية بالنسبة للتنظيمات المختلفة، ممكن تحدد عمر القيادة اللي ممكن تتبوأ منصب قيادي. أنا أركز على 3 نقاط. يعني ندار مرحلة التحرير الذي تم تحقيق الاستغلال ويجب تحوله اليوم، يعني لأنه هذا الخطاب وعدم مواكبته للمرحلة أو لطبيعة الأزمة التي نعيشها، لأنه في النهاية النضال تحددها الظلم الذي تواجهه أنت أو طبيعة الظلم الذي تريد تحويله. هذه المسألة يعني يجب أن تكون واضحة، بالذات مسألة التحالف مع مين نتحالف، وكيف يجب يتم هذا التحالف. يعني هذه المسألة يجب أن يعني هي من لب المشاكل. هذه المسألة ممكن يجب أن تناقش بشكل واضح، وأنا أؤيد وأثني هذه الرأي. أيضا تبني السياسة على مستوى الأقليم. هنا أيضا دي هي من ضمن السؤال، يعني كيف بشكل واضح مسألة التحالف دي يجب أن نجيب عليها. يقول تبني السياسة على مستوى الأقليم على مستوى الدولي. هذه أيضا تحولات كثيرة تجري، فهنا كيف يجب أن تكون سياستنا الخارجية لكي نتعامل مع هذه التحولات الجارية على مستوى الأقليم وعلى المستوى الأقليمي وعلى المستوى الدولي، وكيف وما هي نوع هذه السياسة. فهذه هي الأسئلة 3 سؤال أو السؤالين الأخيرة الذي طرحهم الأخ باشاي. فهنا كيف يجب أن تكون معايير سياساتنا الخارجية أيضا، لأن العالم أصبح يتحول من حولنا يعني بسرعة فائقة، ونحن نؤثر ونتأثر بهذا التحول. فأيضا كيف يجب أن تكون سياستنا الخارجية أو التعامل مع هذا التغير مع الخارج. طيب حق زكاة زي أورتي في الترجمة، معليش أساعدك. هو قال كمان ضروري، قال البرامج الثورة، البرامج دخلت به إريتريا بعد التحرير هو اللي فشلنا، قاعد يقول ده ضروري. البرامج الثورة بتاع الجبهة يكون قصده بتاع الشعبية، يعني هم برامج الثورة دخلوا به الإريتريا عشان كده فشلنا، قاعد يقول البرنامج ده واصل يعني. شكرا. اوكي شكرا ابو ناصر. انا مين اللي قال قرماي الكلام ده؟ الاخ اللي بيسأل ولا انا؟ لا، يقول السائل قال الكلام هذا، بيقول اوكي برنامج الثورة
انا ايوه بيقول برنامج الثوره فشل برنامج الدوله، قال الضيف قاعد يقول. ايوه اوكي. قال السائل اللي هو باشاي. اوكي، انا حقيقه اولا يعني اشكر الاخ باشاي على الاسئله القيمه والمفيده دي، لانه شايف يعني ما هو يتفق فيه معي اوكي يعني حنتكلم على الاسئله بتاعته. السؤال المهم انا في رايي انه يعني عدم اجراء تغيير التغيير المطلوب ما بعد الاستقلال هل عنده علاقه بماضي النضالات بتاعتنا والبرامج بتاعتنا في ظل الثوره التحرريه من 91 لغايه 93؟ انا اعتقد هذا سؤال كثير مهم. نعم، انا بتصور في تقديري الشخصي جزء من علاقتنا في مرحله التحرر الوطني من اجل الاستقلال عنده علاقه بالنتائج بالمعوقات اللي حصلت ما بعد التحرير. نظريه انه عدم قبول الاخر، غياب تحالف بين قوى الثورة لإحداث التغيير، دي واحد يعني فكرة إنه يكون في ناس مختلفة وتعمل مع بعض، دي واحدة من السلبيات اللي نقلناها من التجربة بتاعتنا وأثرت على عملية التغيير. أتفق مع الأخ في هذه الجزئية. هو ساقه في شكل سؤال، لكن أنا أعتقد إنه هذا السؤال الطريقة اللي تعاملنا بها في قضية التحالف وخلق يعني تصور مشترك بين قوى يعني متمايزة وعندها رؤى يعني حول الوسائل كيف ممكن تصل لشيء مشترك وتعمل مع بعض. الضعف دي في نضالنا أثر على عملية التغيير فيما بعد، يعني لأنه كل واحد كان في تجربتنا حتى دخلنا في حروب أهلية، لأنه كل تنظيم كان بيرى أنه هو ولوحده يقدر ينجز المهمة. للأسف الشديد الفكرة بتاعت الانفراد والتفرد اللي واحدة من سلبياتنا في الفترة ما قبل التحرير أثرت على الثقافة بتاعت الغياب، إنه المختلفين كيف ممكن يعملوا مع بعض. أتفق معه في هذا السؤال وده رأيي الشخصي. فيما يتعلق بمن يجب يتحالف مع من، أنا في تقديري في أخ في هذه الندوة قبيل طرح محددات 3: مسألة السيادة الوطنية أرضاً وشعباً وتاريخاً وكذا، دي قضايا من الثوابت والمسلمات، وأنه هناك في نظام ديكتاتوري يجب تغييره والإتيان ببديل وطني ديمقراطي، دي واحدة من الثوابت. الثابت الثالث أنه يجب أن لا يكون هذا من خلال دعم قوى خارجية بشكل مباشر في عملية التغيير، لأنها دي تضر بالمسألة بتاعت التغيير نفسها، ممكن تدي نتائج خطر على المسألة كلها برمتها. أنا أعتقد دي المداخل الأساسية اللي بعديها أي حد ممكن يتفق على الأرضية دي، ممكن يتشكل على هذه القاعدة الأساسية تحالف واسع فيه تعدد لكن يكون عنده مبادئ مشتركة، وأنا أعتقد هي دي. يعني من يدعو إلى تقسيم إريتريا، من يدعو إلى يعني استجلاب عامل خارجي بشكل مباشر لعملية التغيير، دي كلها مخاطر صعب يعني نشكل تحالف بوجود تباينات من الشكل ده يعني. وبالتالي من يتحالف مع من، أنا أعتقد دي الأرضية اللي ممكن يتم على أساس التحالف. طيب التحالف ذاته يتم على أي أساس؟ يتم على أساس إنه الأطراف المتحالفة مع بعض دي عندها إيه اللي ممكن تقدمه، إمكانات الكادر بتاعتها، الخطاب السياسي والفكري بتاعتها، الإمكانيات بتاعت الكادر اللي ممكن يسقط دي على الأرض، إيه اللي ممكن يشارك به التنظيم ده في التحالف، لأنه عملية مشاركتك معناتها مساهمتك بشكل فعال في التحالف ده أنت وغيرك من الآخرين بأوزان. ما فيش حاجة اسمها إنه والله الكل واحد، كل تنظيم يجيب 2، كل تنظيم يجيب 1. المساواة دي عشان نطلع من الكلام دي لازم تكون في معايير للتنظيم وتأثيره في عملية التحالف، موضوعية تكون وتكون منطبقة على الكل يعني. وأعتقد القضية دي ممكن يتم لأنه قضية إجرائية وفنية وضرورية جدا، التفاصيل فيها ممكن تتم لقدام يعني. القضية اللي هو السياسات المفروض ناخدها في ظل التحولات الكبيرة اللي تمت في واقع المجتمع الإريتري وعلى مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي. أنا أعتقد يعني جاوبت على السؤال ده، إنه يكون في ثوابت عندنا، المتغيرات تترك لحركة القيادة بدون ما يؤدي دي إلى الخروج عن الاستراتيجية الأساسية بتاعتنا. وأيضا يدخل بعد المصلحة،
هذا البلد موجود في موقع جيوسياسي خطير جدا، وجوده في ساحل البحر الأحمر في هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي يتطلب خلق نوع من تحالفات بتضع في الاعتبار الثقل اللي يدينا له الموقع الجيوسياسي بتاعتنا. أيضا التجربة النضالية اللي خضناها مع بعض كشعب شكلها مختلف تماما عن كل تجارب الدول الأفريقية، ده برضو يجب كسند نستند عليه. الوضوح في البرنامج الاستراتيجي بتاعتنا إنه إحنا عايزين إيه، ده برضو يكون عامل كبير جدا، وخلق تحالفات على أرضية واضحة وبشكل يعني موضوعي قابل للقياس وقابل للمتابعة وقابل للمراجعة وقابل للتطوير بدون ما يفقد الاستراتيجية بتاعته. دي أنا أعتقد ممكن تكون السياسات الموجودة، ونضع في الاعتبار البعد بتاعت المصالح الوطنية في كل اعتبار. النقد اللي هو المخاوف يمكن هي الكلمة اللي قالها في نقد الماضي. أنا أعتقد النقد يجب أن يكون موضوعي، يعني ما فيش تجربة 100% سلبية، وأيضا ما فيش تجربة 100% يعني صحيحة وناضجة وكانت تستجيب. لا، عندنا مواطن ضعف في تجربتنا نبحث عنها بشكل نقدي، وعندنا مواطن قوة في تجربتنا نبحث عنها برضو بشكل نقدي عشان نطلع بتصور جديد يحدد فيه طبيعة المهام اللي حنؤديها في الحاضر باتجاه المستقبل. هو اتكلم عن أخيرا الأخ، أنا لو فهمته كويس، إنه المخاطر اللي تتهدد بلدنا. يعني أنا أعتقد الانطلاق من إنه هذا البلد لا يمكن أن يتعرض لانتكاسة، وأنه هو انجزت فيه كل القضايا تتعلق بالاندماج الوطني والصلابة القوية، ده أعتقد ده يحتاج مننا لوقفة، لأنه كثير من دول عمرها يتجاوز عمر الدولة بتاعتنا الآن بتتعرض لانهيارات كبيرة جدا. اتفقت الناس على تسميته بدولة فاشلة. عندنا نموذج الصومال من سنة 60 مستقل حتى الآن أكثر من 65 سنة ما فيش دولة، وبالتالي المخاطر اللي بتواجهنا احنا كإريتريين ممكن كل المنجزات اللي حققناها دي توضع في موضع الخطر وموضع التساؤل، وندخل في أزمة كبيرة جدا إن لم نكون حريصين في خطابنا، حريصين في تحالفاتنا، حريصين في نقدنا بشكل موضوعي ومسؤولين. يعني لا، نحن أمام تحدي، إما أن نكون أو لا نكون. قضية إنه وجودنا بشكل مطلق محقق وما فيش مخاطر لا، في مخاطر. السودان عليه مخاطر، إثيوبيا عليها مخاطر، جيبوتي عليها مخاطر. هذا التحالف الهش بين المكونين بتاعت العيشة والعفر ممكن يتعرض بين ليلة وضحاها إلى انتكاسة، كما هو الحال الحاصل في الصومال. الانتكاسة بتاعت التركيبة الموجودة دي الخاصة بالصومال أدت إلى فشل الدولة. أيضا التناقضات الموجودة في المجتمع الإثيوبي هي الآن على حافة الخطر، بين المطالب القومية والدولة المركزية، بين السياقة الفيدرالية ومش عارف الفيدرالية الإدارية. هذه التحديات الموجودة في إثيوبيا، في الصومال، في جيبوتي، في السودان، دي كلها مخاطر ممكن تنعكس علينا لأنه إحنا جزء من هذه المنطقة ومن هذا الإقليم. لذلك المخاوف والمخاطر على الدولة الوطنية الإريترية وعلى وحدة الشعب الإريتري موجودة. المطلوب هو تجنب الانزلاق للسيناريو ده فيما يتعلق بنا، وده مرهون بمدى تعاطينا بجدية مع المسائل بتاعتنا. أنا ما أعرف إذا كان أجبت على الأسئلة بتاعت الأخ. أوكي. يغني اللي باشاي عدلاي لوطي نممصا مستي زكايدنايو مستي زكايدنا قالسي مستي أب موائل سورة زكايدنا قالسي مسؤول متأثر على زبالكايو هو على مخنياتو اتي زنبرنا تمكرو تزحلفنا تمكرو بتاريخنا كل جزية تناس أجي تمكرو سلزقنا حجوين انتقنا نسوي إذا سبارة زلوا سلزي بزم الكعوزي يسألونا ينخال زي كتبل مسمفل الله بحبر كسرح زي كيل عبتزرخ بلو كسرح زي تخيل زتفعل على أكلات مسفلياتهم مسكالوت حبابيرهم كسرحوا زي كلو وي أنا ونقول له خجبرو زخيل زبل
ازي التحساسبات ازي قال زمصق التحساسبا حيزنايو سلاز مصانا ازي تمكرونا ازي ابزي نايلوم يزكى مكايدو زلنا قال سوي مشتو ينطلالو يو قد الله ابتي نايل أولاونت هو ابتي نايل أولاونت بزملكت لو كنسرحلو زلنا ويزوم اكلات زيوم كسرحلو زلهم كم تقدم ابيلو استتقسي هذا كله كجبر زخيل كم زي كونه فليتو جن اب حدا زتحت نطبيق سرحلو زخيل كان خال ان تقبلك خيد كم زخيل فليتو جن اذا كخون زلو تي معقني تهلو له اذا كجبر تاع تي لولاونت مجمرتا حدا قوامي نغري تنكف زي بلو كمون نتي سرعات ملغاس زوين كهلو زلو يب كالي كاب زوين تنقلون كوغد زلو تي زغبر لوطي بزخونه يكون ملكع بناي زخونه يكون ناي وصاي حيلي كمصي يبلون مخنياتو بخمزه عينت اجباب زمص لوطي تي هدمونا وي تجزانا قبل كل هناك فرس كم مخانو كن رداء لنا دحرزي تي اذا كله تقبلنا اذا كله الرقاقسنا بدحريو تناي بزحنت اب تحتي زراخبلو ناي حبار بكوينكا نمسرح اب منتاي تمسرت الو نزبل اتم زلافونو نغزا عرسو تخبر زلو مسرت انتاي حيزوم يمزو توافنو زلافونو انتاي حيزوم يمزو مسو زلو زي كلان معريين كل حدا يزبها النجر قداي نجر زي كابو وصاي كنحسب لنا ذات حساسبا تخكل ايكون مخنياتو كله ببت زلو عقمون كله ببت زبركتو جدن بو درجه خا يلافن بو درجاون قديو ابتي لفنتي هلو كل حدا يزبل جن اي سرحن يقدم حجون اي سرحن انتاي دا كله بب عقمون بب تزلو عقمون بب تزلو تحستوني ناكستاي كنمزنو زلنا اتي تلاواتين بستناي وصاي نغبرو زمدناتات لكعيو تلاواتي كنتات الله ازي تلاواتي كنتات ازي كم تاكتيكاو نغرات كم يغيرو تمرحنت نتي قوامين نتي هاجراو روحان كي قدفه ابزي ابت خبابينا زكايت زلو مسو كم يغيرو مس ربحان اي تهاجر يخيد ازي نتي مرحنتات زقدف كوينو نسو ابزغن كرغاغص زلو استراتيجياو ربحان قوامي ربحان تي هاجراو دحنتن اي تهاجر فصيمو ني واقع داغا زي قرب ايكونن قوامي متكلاتن قوامي هاجراو مقومياتات تابزياتهم نقيبله ابتي زكايد داي كبابينا مس كبابينا انغبرو موسى نتي مريحنا زقدفيو ابزي حدا نجر كان الرقاقصو زلنا اب إرترا بزوح ناي حادنت رقحيتات اب قالسنا استطريو لو إلكا اتزاني يلو كنتات ايكونن مخنياتو بزحات كم زخمانا زامسلو هاجرات خندز اكل خندزنا احنا عد مزلوم لومي اب ناي مبتتان حدقا يودقو سلازلو ازوين ابز كبابينا ببزح سلازرئ ازي شجرزي ايصلوناني ويكم خغاطمنا ايك الينيو كنبل يبلنا انتاي دا كله اتزلنا شجره እና فتحنايو اتي كغبر زلو እና تخعيه زلو ነገራት ني حد كم حزبي بحبار نخنكيد زخلنا نعون دا سرحنا خنكيد لنا نبر قدم حجي بحبار تعويتنا هنا حنا حدنا رقحيتاتنا وين حيالات يوم ازي اب كبابينا بسودان دي وجيبوتي دي بصومال دي حجوينا بإثيوبيا اب جمجم نايكم عينت ناي فشلت زقاتمن دولاتنا بوس تجماجم دلا كابو نحنا يميونينا وكابو
أي نعنا كتنكفلنا أي كإلنيو كنبل يدلان تزدله كان تزدله كنسرحن كنقبرني يقبعنا يبل زي اوكي عقباينا بها كويس يريال الميت جرز عرب زنحي اوكي سوري اوكي كبر حاو اسماعيل من الوقت بشاي ابا بتيري تو مهاب كتصفحوا تغيلي خا شكرا زي تملست اللي خوينو اسماعيل نبقى كبر حاو شكرا عقواي وغرماي، وشكرا مرة تانية يا إبراهيم. طبعا يعني التمييز بين مرحلتين مهم وأساسي، يعني مرحلة التحرر الوطني وما بعد التحرر الوطني. يعني طبعا أطرح إنه يعني برنامج الجبهة هو كان يعني مرحلة تصور مرحلي يعني ديمقراطي ووطني يعني لهذه المرحلة. لكن حسنا المرحلة دي اللي قاعد تواجه المعارضة هي يعني تختلف اختلاف جذري. يعني هو يعني مسألة قيام الدولة، يعني زي ما يقولوا يعني state formation، وبناء الدولة يعني وبناء الدولة مؤسساتها يعني دولة المواطن، يعني دولة المواطنة. يعني هذه المرحلة يعني جزئياتها هي هذول، هم هذول يعني. طبعا يعني البرنامج الوطني كما طرحه الدكتور يعني ممكن يكون زي ما تفضلت ذات إبراهيم، يعني ممكن يكون مرجع، يعني مرجع بعض الأفكار يعني. لكن هو يعني إنه ممكن يكون يعني طرح في هذه المرحلة يعني بدون تقييم أو بدون تطويره يعني. والإطار اللي كون هذه الرؤية، هذا البرنامج ما موجود يعني ما بعد يعني 1982 وما قبله يختلف يعني. والقوة اللي كانت منضوية في هذا الجسم هذا أخذت اتجاهات كثيرة جدا يعني. فحتى يعني الجبهة الشعبية كمان يعني بعد سمينارهم بتاع 1994 وما بعده ما واحد يعني. عشان كده اليوم هو يعني مرحلة الدولة، بناء الدولة أو كان قيام الدولة، دولة التعدد يعني التعدد اللي يكون الأمة الإريترية ذاته، الإريتريان نيشن يعني. فدي هو مطرح الخلاف يعني. إذا كنا فعلا يعني عاوزين نقيمه يعني من بابه الصحيح يعني، أو كمان هل مثلا المعارضة، يعني المعارضة عندها يعني كفاءة للنظر بهذه البعد، يعني بهذه البعد وتقييم موضوعي زي ما تفضلت، وثم يعني أتيا بما يلزم المرحلة يعني. واحد يعني قيام الدولة وبناء الدولة. يعني هذا هو الصراع هو حول هذه الجسم هذا. أي انتكاسة في هذه المجال هو هيحدد مسير إريتريا. يعني هل حتكون ذاته بتاع الصومال، ذاته بتاع السودان، بتاع دول كثيرة يعني في العالم، هو هذا يعني. ف ف الموضوعين يعني المرحلتين مفروض الناس تقيمها أو كمان تنظر إليها بشكل صحيح يعني وموضوعي يعني. أنا زبلو غنتايو يعني أبزي جزيزي طبعا قلت نقرات فلالينا خنرية خلال لنا يعني أتي يعني بروجرام ناي تقادلو حرنت إريترا
يعني ناي حرنتاوي ديمقراسياوي رأي زملكتي نيرو يعني حجي زلو هونتات جين يعني مجمريا بعبيو هنسته هاجر ويكا هنسته دولة زبهر الله يعني state formation زبلو بقوا بالكلمة زي مستمالئة يعني هنسته دولة لو نيشن بيلدينج زبهر نجار الله يعني زخلتي نجار يحجيني من الباتني زي حجز له من قصاصات ويكا حجز له بوليتيكاوي نتفتات كتيمو زلو بده نسي يعني سؤال انتايو عملت نجبها بروجرام قدمي شحن ساعة بيتن ثمانية انكلتني دحرون زلو تغايدة قال ستات ويكاني مقدتات زي نقزا رسو يعني مقلسي ويكا تنتاني زدليو يعني ولا من بنا حزب جنبار انت وسيتك سمينارهم بشحن شعات بيتن 94 يدمون دحرون حجزوا له خناتاتن كنت وسدو تقوينكا كمان تفعل نيجيريا سلازي من علامات تي حدقا خون زقيل بقى زي ستيت فورميشن ويكا هنسات حاجر بهار زولوني ونيشن بيلدينج بهار زولو وهنسات دولة وهنسات دولة مالت كان تاي مالتيو يعني حدا بحقي زم حاضر هاجر خوينو بتكالات بجلسات زخيد مهنات هاجر مالتي يعني أنا دخلتيه في اللي قالوا مالتي يعني جباga تي زي ودبات يجيزوا له ودبات ويكا يجيزوا له political formations يجيزوا له من قصة political ومن قصة أساسي نزير رئيسي نزير قدايزي خو يخيل دو أي كيليني يزول له نجار نقدر ما قد يجين دكتور تاديوسي من الوقت سمعنا انت سمعنا ندحر قاليو تومي مسيح ابراهيم محمد كبوشي ميتي نسامع هنا زبولو انا حدا قوم يعني نسخاني زي حجز قبل زنبركو نجار سرزخونا انت زي كوينو تنجبها بروغرامني ناي تاشم بروغرامني من البات يعني أو عبيناس أو إذا أرجنا إنا يعني جنكا باستراتيجيكاوي عينين خطمتهم كلها حجي يعني خمتز بالكو دحري ثمانية كلتن تحين شعت من ثمانية كلتن زنبرة هنا تويكا حجراوي ديمقراطياوي حرنتاوي بروجرام يعني يعني فلوس خونه جنجاما زدليو يعني سلسي هجي تاني دكتور تاسيوس يخمل شروط زلوه زقتهم سلمتاكو أنا مسؤول تسامي يالله كونو غرام قدو يفلت ينسو جنكا كابو وسيناسي تبقى كمان وسيناس نسو كمان يكتاتلو نسو كمان يمسي يوتي من البات داغمري يسوه وهابا اللوز بلا بيقول دبات درجة يكونن بيقول كسبات درجة جنسي كويني معنسي تا يعني سي من تاي إبراهيم تصبين يركم شو من تاي زيت نقولكم تبل نعاية كم اللي شلو ده ما قد نسوسي يعني أخوي نسي يعني توقصة توسيتي سر حل اللي خدم بعيد يسمين عجيبون بزي قدس يعني بزي قدس لذي يعني تي أنا يجيبها بروجرام نقلن أكلوا زنبرنا سباتنا يعني حجيجن كاتي إبراهيم من البيت بناتو ريتو بناتو عيني يريلو تنقلوت مسؤول السامع زبلنا غاني بغال عيني نريدو لنا يعني أمه ودي له هو تعليق يعني من إبراهيم كمان مرسي سلني ثانك يو ودي له قرن أنا نشتي مثلا إسماعيل وين نشتي حساب كهب حتى مسمريا صلاقين مسقواب زتطقم كالو أتحساسبان مسارحن هاجر كتحنصلو يتخليني خا that is why كاب ناي سوراوت حساسبا مالتا يكون سوراوي كاب ناي سورات حساسبا ناب ناي دولات حساسبا كتلوت علك فزي أول حنت الطراطر انتا شمو يبلان كوم انت دعزي غيركا زي أب حقرنا زلو مقامي خات فتر كالا يكون كان تقبل نزيعا كبلي لي غني لي
أنا تي خستاي دا وابي خاططو كتبل قالي مستناي تقاشا كونتات انتاش مغير كان أبخاي عقباي مثلني دحر باشاي قالي لنا نيرنا قلنا داو سلاح الدعري مثلني سلاح أبو أحمد سلاح الأحمد. أوكي. شكرا شكرا. بعدين إسماعيل أخوي برضو أشكرك. أنا بكل صراحة كنت فعلا حعلق على الدكتور يعني دكتور تاديوس. فعلا كنت حعلق يعني هو كون انه يختلف مع الطرح اللي قاله ابراهيم ده حق من حقوقه، لكن شوية من ادب الحوار ومن الاخلاق الانسان ما يقول انا ايضا في نفس الوقت، يعني معناها انه كل من اتفق مع ابراهيم انا ما قاعد اتفق معاه لحد هنا نقطة، لكن بعد ذاك يتمادى ويقول ليه ما جيتوا هنا وقلت هذا شوية ما كان. يعني انا كنت اتمنى الادارة كانت في الحتة دي شوية تهذبوا في الجانب ده. ومعلش بالمناسبة انا ودكتور تاديوس في تنظيم واحد يعني، فعشان ما يا ريت لو هو موجود يعني شوية الامور دي من باب الحرية، من باب ايضا التفاوت الديمقراطي قاعد اقول الكلام ده، وانا اتمنى ما يتكرر. الشيء الثاني اتفقنا معاه لانه احيانا انت داخل تنظيم سياسي يمكن ما تشوف روحك، يعني يمكن ما تراقب روحك. في واحد لما يقوم يعمل استقراء لمسألة بتاعت أزمة بتاعت مقاومة ويقول هذه الإشكاليات يعددها زي ما لخصها يعني باشاي، وفعلا باشاي لخصها صح، فده هو اللي بنتفق فيه. لما يقول نحتاج لمراجعة نقدية نتفق معاه، لما يقول عاوزين مرجعية لفكرة التحالف ومعاييره نتفق، لما يقول في إهمال بالنسبة للجانب بتاع الشعب الإريتري في الداخل وهذا نتفق. فده كلها أمور بتاعت اتفاق هي، ودي هي الأفكار اللي نحتاج لها نحن، ونحن جزء من الأزمة عشان كده قاعدين نعترف يعني. ده اللي كنت عاوز أقوله. لكن في نقطة مهمة جدا داير أثيرها. أنا أتفق مع الأخ إبراهيم في المسألة بتاعت هذا التعدد بتاع البرنامج. ما في تعدد بمعنى إنه في اختلاف في برنامج، أنا أكون صريح معاكم يعني. وفعلا أنا من الناس القناعتي البرنامج اللي قاعدين نرفعه إذا كان أنت مقتنع بعمل سياسي هو برنامج عاوز تدير به الدولة في الأخير. الجانب في كيفية إدارة الدولة، عندك معالجات لمشاكل الآن سببها النظام، من مسألة اللغة الرسمية، من مسألة الأرض، من مسألة الديمقراطية، الدستور، دي معالجات فعلا ما بعد التغيير الناس حتثيرها. وأيضا في ورقة ما بعد التغيير أنت عاوز تدير دولة، عاوز تبقى مستوى بتاع حزب تنافس من خلال يعني دوائر انتخابية. هذيك فعلا برامج ولائم، لكن نبقى صريحين ما قاعدين نحمله في المرحلة بتاعت التغيير. مفروض يكون برنامج واحد ونلتف حوله، لأنه عاوزين نغير نظام. بعدين لما نغير هذا النظام نطرح تعددنا الموجود ده يعني. فبالتالي في مسائل ذكرها إبراهيم هي نتفق فيها يا جماعة. الشيء الثاني السؤال المفروض ذاته بشفافية نطرحه بشفافية، هل فعلا البرامج السياسية اللي قاعدين نحملها دي تدينا شرعية بتاع التعدد وهي نسخة من بعض؟ هذا سؤال هو قاله إبراهيم وهذا كلام صح. والأخير السؤال الأخير، نحن إذا أجلنا البرامج اللي قاعدين نشوفها نتعدد بها، أجلناه لأنه مرحلته ما جات، شنو الضرر يعني؟ ما هذه هي المراجعة النقدية اللي نحتاج لها، وفعلا دي المراجعات اللي نحتاج لها. وشكرا إبراهيم. شكرا صلاح. شكرا أجرمين. ብዙሕ እቲ ሓሳብ እዩ ስታቢሉ ሳልሕ አል ኣሕመድ ናይ ነገር ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ድምፁ ምስማዐይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብዙሕ ሓስብ ነይረ በየሎ ሳልሕ አል ኣሕመድ ኢለ ግን ናይ ሓተትኩም ከዓ ቴሌፎን ወሲደ ከዓ ይደወልኩም እዚኣ እውን ንሱ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ መልሲ ኣብቲ ዶክተር ታድዮስ ዝበሎ
مسب مزخونه يكون بحسب كفاله صبغيو الحن صدم زلو يكونن ካልኦት ሰባት ውን ምዞም ምስኡ ትፈላለዩ ግን ብሓሳብ ምስኡ ትሳምዑን ምሳኹም ይፈላለየ ብሓሳብ ክብል ውን ቅቡል እዩ ግን ስጋብ ሎሚ ኣበይ ነርኩም ንሱ ስጋብ ዝብለኩም ዲኹም ትፅበዩ ነርኩም ዝብል ቁሩብ ክብድ ኢላ እዚኣ ኣብቲ ምሕዳር ውን ከመይ ጌራ ከም ዝሓለፈት እንድዒ ኣነ ማለት ክበሃል ዘለዎ ክንብሎ ኣለና ምስ ዶክተር ታዲዮስ ኣብ ሓደ ሰልፊ ኣብ ሓደ ውድብ ኢና ፀገም የለን ግን ከዓ ሓደ ግዜ ወፂኢካ ውን እቲ ብነፃ ትሪእየሉ ቁኑዕ ነገራት እንተዳህሊ ቁኑዕ እዩ ዘይትብለሉ ምክንያት የሎን ምስዚ ክብሎ ድፀንሐ إبراهيم حامد كبوشي يعني بكل ማለት ኣብቲ ተሰማዕ ማዕኩ ገሊፅ ኣለኹም ብፍላይ ኣብቲ ንኹነታትና ተመሊስና ነቐፈታዊ ዳግመ ግምገማ ወይ ዳግመ ሚዛን ዘይንገብረሉ ምባል ፀገም ኣይኮነን ክበሃል ዘለዎ እዩ ከምኡ ውን ብኣገባብ ሽግራት ብዝርዝራቶም ኣፅኒዕካ ድሓራ በጠቓላሊ እዚ እዩ እቲ ሽግር ኢልካ ውን ነቲ ሽግር ምግላፁ ውን እዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ስታይ ዝገበሮ እቲ ኣነ ውን እዚ ዝኣምነሉ እዩ ነቲ ሽግራት ብከምዚ ስታይ ክንሪኦ ኣለና ካልእ ውን ንሱ ካብቲ ዝጠቐሶ ተመሳሳሊ ወይ ውን ግልባጥ ናይ ሓደ ክስታይ እንከሎ ብትክክል ብዙሕ ፍልልያት ዘይብሎም ፕሮግራማት ሒዝካ ንገዛእ ርእሱ እዚኣቶም ውን ናይ ብዙሕነት ምኽኑይ ምክንያት ክኾኑ ኣይክእሉን እዚ ውን ደጊምካ ክሕሰበሉን ደጊምካ ክርአ ዘለዎ እዩ ዝፈላለዩ ፕሮግራም ዘይብልካ ግን ተፈላሊኻ ትነብር ናይ ብዛዕባ ብዙሕነትካ ትዛረብ ንብዙሕነት ዘንፀባርቕ ትሕዝቶ ኣገባብን ኣቋቑማን ከይብልካ ከለኻ እዚ እቲ ሳልሕ ዓሊ ኣሕመድ ስታይ ደበሎ ብሓፈሽኡ ርእይቶ እዩ ነይሩ شكرا قرماي يغنينا مو ابزانجينا كنوديلنا حجي كنود ايوه حاليا نيرو غني استاذ باشاي هو هاي لفرز نيرو مسودانا عبد شاخ بوينا لنا خاونا دحر باشاي صوتي يعني حرب بوت تدادليكم صوعون هاي لفرز جنبر نيرو ايبلكم قرب تاشموت كون هلا تاع نجر هو فاللوجن كنت بوت خوليكم هو انا مالتي سي ودينا لنا جانيرنا حجي هو زي انا هكا حلفنتي انا اتوكل لنا بو نو دهن ما كنود منتي ابتدردشا كلاتنا ريتنا خنبلو زوم تسريعم دلو ريتهم كوبيو انت امسانا خصنح كوينو كبر حاونا استاذ ابراهيم محمد كعب مسانا خصنح خدي كن بخبري كنفانو سلازلنا ابو ناصر الخد ناصر الله خلاص خلاص نمود داتا قال حب ابو ناصر اوكي شكرا استاذنا ابراهيم حامد كبوشي على ندوه جميله والضافيه والافكار صراحه المختلفه والجميله جدا والعميقه جدا واشكر الجميع الاخوان اللي معنا من داخل المنصه وخارج المنصه في المتابعه شكرا لكم شكرا قرماي زنكير طيب يغني لنا طبعا كانت دراسة أكاديمية بامتياز و طبعا أنت قاعد تقدم يعني بحث ودراسة فبالتالي لا تطول علينا إنه يعني وين حتكب الدراسة والبحث إذا ما جيتوا الله يخليك ده شكرا كثير يا أخي وأنا استفدت كثير من الأسئلة وكلها كانت أسئلة يعني مفيدة ومهمة وقيمة وأنا أعتقد ده قيمة الحوار يعني إنه الناس تسمع لبعض وتتعرف على الرؤى الموجودة وبالطريقة دي إن شاء الله حيكون في أمل في إنه نحدث التغيير المنشود وأنا أشكر الحضور وتحياتي لكم إن شاء الله نلتقي في مناسبة أخرى شكرا أمينو كورحو اللي شكرا عقباي لا أنا كمان بوجناي العلم مسجانا أستاذ إبراهيم ما يبحكي أقداسن تقامن زخونة مستحيزنا غريبو
ولعله كله يعني إذا ابتسامة أنا تترى أفلنا كمان. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. شكرا تحياتي. أمير الله هذا أمير سعيد. تحياتي. أميرة أمسكن لنا أميرة أمير ألو وزير. مثلا يكون أوكي. له يا أستاذ ضبع ماهر. الله أوكي. شكرا أباي، شكرا الأستاذ إبراهيم. ندوة قيمة كانت ومفيدة جدا. وأنا آسف إذا كمان أستاذ إبراهيم إذا أي في الترجمة كان في نقص، لأنه كنت أختصر الترجمة لكسب الوقت، وعديت اعتبار في وجودك معنا أكثر من 3 ساعات تقريبا. وشكرا جزيلا. شكرا. معشو الله هذا الله مسلم ريالله معشو أنميت سوري هو في صنيحه بالطعمي دسيلني تحستو بفلاي كأني نتاريخنا بدفرت بتوفاينة ايفالويت غيرنا نز مدرخ دز قطم التحاساسبا كنقيس علينا موبالو تحرك مسمن تحلف نقبر بالطعمي نصورنت زنبرو مجلس خويني رخيبيو كمتو سزبوله دما نتحافشاوي ناي حبر فتحدن ناي الليتنان ناي مهوراتنان عبق قده تثبيتي قبروليو كلنا خاقن دفعلو لنا يقدني لنا إبراهيم you nailed it thank you. اوكي أستاذ إبراهيم شكرا باسم أما حضرتي ناي حوار وكل تساتفاي ناي حوار ناي بحكي مسحواتي زلنا حسابات تخافيلي لوطي عم ممزاق حقزنا زخلي الكامغربكا عبي حدا نسمعني كبرت هابلنا يغني لنا تمليس كامسانا يهن مين كتباهال كتصلوخا إلا بوكا تابعك كلكم محوار يغني لنا حجي تي لايف محلال فزلنا دوكنا بلوينا ريكورد دوكنا بلوينا كنكتسرينا دردشا كبرات حوار يغني لنا تعمي كبرت هابلنا. استاذ عقبي. ايوه استاذ عقبي. ايوه لو بس انا بتليفون استاذ كبوشي يعني مطر شغل كيبنا. ايوه سبحان الله استاذ ابراهيم نمود داتا قال كتبنا تدري خاناتك سوري ناتي تلاقين يا ريت. تفضل. ايوه طيب انا حقيقة اشكر الحضور واتمنى ان نكون يعني تعلمنا الكثير من الحوار دي، وانا اعتقد الاسئله كانت يعني قامة وقيمة الحديث نفسه، وبهذه الطريقة أنا بتصور ممكن نصل فعلا لوعي مشترك ولتفاهم مشترك للتحديات اللي قاعد تواجهنا، وإحنا في لحظة تاريخية حرجة. إذا استمر الحوار بهذه الطريقة أنا أعتقد ممكن نمشي للقدام ونحدث التغيير المنشود. أنا سعيد جدا بحضوري اليوم في هذه المحاضرة، وحقيقة مش هي محاضرة إنما حوار بين الإخوة في إنه كيف ممكن نفكر خارج الصندوق، يعني لأنه التحديات كبيرة والدور المطلوب مننا كبير، وأنا على ثقة أنه هذا الشعب اللي ناضل وحقق انتصارات كبيرة في التاريخ قادر على أنه يلملم أطرافه ويصل إلى تصور مشترك يبني المستقبل اللي احنا عايزينه لشعبنا. وتحياتي لكم. شكرا استاذ قرمي. ብጣዕሚ ኣነ ሎሚ መስግን ኣብዚ ሎሚ ምሸት ምሳኹም ዘምሰኽዎ ካብቲ ሕቶታት ብዙሕ ተማሂረ እየ። ዋጋዘተ ድማ እዚ እዩ። ብዙሕ ኢኻ እትመሃር በዛ ኣገባብ እዚ እንተደኣ ኸድና ሓበራዊ ንቕሓት ወንዲና ነቲ ዘድሊ ለውጢ ከነረጋግፅን ነቲ ንዘልዮ ዘለና ለውጢን ክትበቕዖ ከም እንኽእል ኣይጠራጠርን። ስለዚ እዚ ሎሚ ዘምሰናዮ ምሸት ብወገነይ ብዙሕ ብኣወንታ እየ ዝርእዮ። ስለዚ ብቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ዘተ ከነካይድ ፅቡቕ እዩ። ብዙሕ ኢና ካብኡ ንምምሃር ብከምዚ ጌርና ከዓ ኢና ኣብቲ
نتي زحالفة مزينا ندقينا نزمس انتاي كنقبر نخيلنا بحادة زتسأنعن كسرحنا زخيل ونوع التحساس باخ نوص نخيل نقص له يزبل. شكرا. أنا بزاقت أمخا مخبر حاوي قرماي زميكيل مخبر حاوي عامر السعيد كا أتبقى مسقنا نظام محوات كلاتنا برادة أنا بحدا قنقوا ولا قوات زيت رادة أنا من تحساس وانا خيت فلي فرقمكم كتقربوا لنا مخالكم كبر لني نايب حق دس لني تعناي حقكم نايب فتابلنا ما بزي كنعطينا ركردناتنا وفيسبوك كمان تتقبلوا يا أبو ناصر. ثانك يو.